عاملين يا رب تكونوا بخير. نبدا مع بعض ليله الامتحان. لو في شخصيه حلوه اتعلم منها اخدها قدوه ليا. كلمه عوامل بشريه معناها كفاح الانسان. الاهتمام بالزراعه كان موجود في عصر الدوله الوسطى. عصر الرخاء الاقتصادي ده فيه رخاء. نتكلم عن الملك احمس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبنا وابطالنا في اولى ثانوي، عاملين يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد مجدي مدرس تاريخ. ان شاء الله النهارده هنبدا مع بعض ليله الامتحان. مراجعه ليله الامتحان هعمل لك مراجعه قويه جدا، هشرح لك فيها كل كلمه عندك في المنهج بتاعك عشان تدخل الامتحان وانت مطمن. ما تشيلش اهم حاجه، احنا معاك وفي ظهرك. يلا كوبايه الشاي بتاعتك جميله ونبدا في الشرح. اول حاجه بنكلمك عن الحضاره. تعالى اكلمك كده عن تعريف الحضاره. يعني ايه اصلا كلمه حضاره؟ قال لي كلمه حضاره هي ثمره اي مجهود يقوم به الانسان، اي انجاز الانسان بيعمله، اي حاجه الانسان بيعملها بسميها حضاره. انا النهارده مثلا جبت شويه خشب وشويه مسامير وعملت مكتب، المكتب ده اسمه حضاره. جبت شويه خشب وشويه مسامير وعملت سبوره، السبوره دي اسمها حضاره. لما اتعب واشتغل يبقى انا كده بعمل حضاره. زي زمان مثلا المصريين كانوا مثلا بياخدوا الحجاره وبينحتوا تماثيل او اشكال، يبقى معنى كده هم عملوا حضاره. يبقى خلي بالك كلمه حضاره هي ثمره اي مجهود يقوم به الانسان. وفي نوعين من الحضاره، ممكن الحضاره دي تكون حضاره ماديه، وممكن الحضاره دي تكون حضاره معنويه. مستر امتى اختار كلمه ماديه؟ التماثيل والاثار والاهرامات، حاجات دي كلها حاجات ماديه اقدر ان انا اشوفها. اما الحضاره المعنويه زي الافكار اللي في دماغي، زي العلم، علم مثلا زي علم الفلك، علم مثلا زي علم الكيمياء، وزي الفنون، الرسم والشعر، حاجات دي كلها اسمها حضاره معنويه. يبقى في حضاره اسمها حضاره ماديه، حضاره ماديه معابد واثار ومقابر، وفي حضاره اسمها حضاره معنويه، وكلمه معنويه افكار فعال الانسان، اي حاجه ما اقدرش اشوفها اسمها حضاره معنويه. تعال كده نكمل مع بعض. وفي فيلسوف جميل جدا اسمه ويل ديورانت. ويل ديورانت بيقول لك ان الحضاره هي انتاج ثقافي، انتاج ثقافي يقوم به الانسان، بس يشتمل على عنصرين مهمين جدا. لازم يكون في امن ولازم يكون في استقرار. يعني خلي بالك لو في امن واستقرار هيبقى في حضاره، مفيش امن واستقرار مفيش حضاره. يعني انت عمرك ما هتفكر وعمرك ما هتعمل حضاره من غير ما تحس بالامن والاستقرار. الانسان اللي بيبقى خايف، الانسان اللي بيبقى قلقان ومتوتر مش هيعرف يفكر، مش هيعرف يبدع، مش هيعرف يعمل اي حضاره. اديك مثال بسيط جدا. انت مثلا دلوقتي قاعد بترسم في السكتش بتاعتك الجميله وسمعت مثلا صوت خناقه في الشارع، عمالين بقى ناس تشتم بعض وناس تزعق مع بعض وناس تتخانق مع بعض، ولا انت هتعرف ترسم ولا هتعرف تفكر في اي حاجه خالص. عشان كده قال لك لازم تكون حاسس بالاطمئنان عشان تعرف تنتج وتعمل حضاره. يبقى ويل ديورانت بيقول لي هو انتاج ثقافي يشتمل على عنصرين مهمين، الامن والاستقرار. طيب الحضاره مش ثابته في مكان واحد، لازم تنتقل من مكان الى مكان اخر. فمثلا بدات الحضاره قديما في بلاد اسمها بلاد الشرق على ايد مصر والعراق. يبقى الحضاره زمان كانت في الشرق. فين يا مستر في الشرق؟ في مصر والعراق. الحضاره الفرعونيه بتاعتنا الجميله وحضاره بلاد العراق. بعد كده انتقلت الى الغرب. فين في الغرب؟ في اليونان والرومان، الحضاره اليونانيه والحضاره الرومانيه. يبقى زمان كانت الحضاره في الشرق، بعد كده وصلت للغرب على ايد اليونان والرومان، ثم عادت الى الشرق مره اخرى على ايد الحضاره الاسلاميه. عملنا حضاره عظيمه جدا اسمها الحضاره الاسلاميه. في الاخر خالص انتقلت للغرب اللي هي النهضه الاوروبيه. يبقى الحضاره دلوقتي موجوده فين؟ في النهضه الاوروبيه في بلاد اوروبا. يبقى كانت موجوده الاول في الشرق ثم انتقلت الى الغرب، ثم بعد كده رجعت للشرق تاني على ايد الحضاره الاسلاميه. عملنا فتوحات اسلاميه هنتكلم عنها كمان شويه، وكمان رجعت للدول الاوروبيه تاني اللي هي النهضه الاوروبيه. اهميه التاريخ، التاريخ مهم في ايه؟ قال لي التاريخ مهم لاستخلاص العبر. استخلاص العبر، وكلمه استخلاص العبر معناها ان انت تتعلم من اخطاء السابقين. يعني لو في واحد صاحبك مثلا غلط في حاجه قبل كده لازم تتعلم منه، اتعلم من الغلط بتاعه. ولكن مثلا واحد صاحبي بيشرب سجاير وهو بعد ما شرب سجاير جاله مثلا مرض وحش جدا جدا، فانا المفروض اتعلم من الغلط ده. يبقى خلي بالك لازم تاخد منه عبره، تاخد منه عبره. يعني بلاش تمشي معاه، بلاش تسمع كلامه في اي حاجه. استخلاص العبر. طب رقم 2 قدوه صالحه. كلمه قدوه صالحه معناها ان لو في واحد صاحبي وصاحبي ده كويس، انسان كويس وانسان محترم، لازم اتعلم منه، اخد منه قدوه صالحه. المدرس بتاعي انسان محترم وانسان كويس، لازم اخد منه قدوه صالحه. زي مثلا دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم، لو قال لك ان قدوتك الرسول وان انت تتعلم منه الاخلاق الجميله، يبقى دي اسمها القدوه الصالحه.
يبقى امتى اختار استخلاص العبر؟ لو قال لك ان في حاجه حصلت غلط واحنا اتعلمنا منها، يعني مثلا في غزوه احد احنا اتهزمنا، المسلمين اتهزموا في غزوه احد، دي حاجه طبعا وحشه جدا لازم نتعلم منها. هو ايه الغلط اللي هم عملوه عشان نتعلم منه؟ يبقى دي اسمها استخلاص العبر. اما لو قال لك ان شخصيه زي شخصيه مثلا صلاح الدين الايوبي دي شخصيه جميله جدا فناخد منه قدوه، يبقى خلي بالك لو في شخصيه حلوه اتعلم منها اخدها قدوه ليا، ولكن لو في شخصيه وحشه ما اتعلمش منها يبقى معنى كده اخد منها عبره. الشعور بالمسؤوليه، كلمه الشعور بالمسؤوليه معناها الحفاظ على الاثار المصريه، لازم تحافظ على الاثار المصريه، لازم تحافظ على البيئه بتاعتك الجميله. ما ينفعش مثلا تروح الاهرامات كده وترمي الزباله بتاعتك هناك في الاهرامات، لا طبعا ده غلط. انت لازم تحس بالمسؤوليه شويه. ما ينفعش تروح على المعابد وتقعد تشخبط كده على المعابد، لا طبعا ده غلط. لازم تحس بالمسؤوليه ان انت تحافظ على الاثار بتاعتك، زي بالظبط ما عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر ان هو يعمل المتحف المصري الكبير عشان يجمع فيه كل الاثار المصريه. يبقى دي اسمها الشعور بالمسؤوليه. اخر حاجه الابتعاد عن التعصب، كلمه الابتعاد عن التعصب معناها ان انت ما يبقاش عندك فكره واحده بس مش شايف غيرها. ما ينفعش مثلا اقول لك انا متعصب للاهلي، كلمه متعصب للاهلي معناها ان انا شايف النادي الاهلي بس هو النادي الوحيد اللي في مصر وما فيش اي انديه ثانيه، او متعصب للزمالك ان انا شايف ان الزمالك هو النادي الوحيد اللي في مصر وما فيش اي انديه ثانيه، لا طبعا. لازم يكون عندك عدم تعصب. يعني ايه عدم تعصب؟ يعني دايما شوف ان الحضاره المصريه حضاره عظيمه، بس في برضه اسمها الحضاره العراقيه حضاره عظيمه برضه، في حضاره اسمها الحضاره اليونانيه حضاره عظيمه برضه. يبقى معنى كده انت بعيد عن التعصب. ما تقوليش الحضاره المصريه بس وما فيش اي حضاره تانية، لا في حضارات تانية ممكن نتعلم منها. يبقى خلي بالك ممكن يقول لك سؤال في الامتحان العالم لم يقم على حضاره واحده، العالم ما قامش على حضاره واحده، ساعتها اختار الابتعاد عن التعصب. تعال نكمل. نقسم التاريخ لاربع عصور: عصور قديمه، عصور وسطى، عصور حديثه، عصور معاصره. يعني ايه كلمه عصور قديمه؟ زمان جدا المصري القديم مثلا كان عايش على حرفه الزراعه. طب هو قبل كده كان قبل كده عايش ازاي؟ كان عايش على التنقل والترحال، يعني يروح المكان ده يعيش فيه فتره ويسيبه ويروح مكان تاني يعيش فيه فتره ويسيبه ويروح مكان تاني. معنى كده ان هو ما كانش فيه استقرار، بس لما اتعلم الزراعه عرف الاستقرار. يبقى خلي بالك لو قال لك ظهور الزراعه في العصور القديمه، ظهور الكتابه برضو ان الانسان اتعلم الكتابه في العصور القديمه، يبقى ظهور الزراعه وظهور الكتابه. والكتابه معناها بدايه التاريخ. الانسان لما اتعلم الكتابه بدا ان هو يكتب احداث التاريخ. حضارات الشرق القديم زي ما احنا اتكلمنا قبل كده مصر والعراق. حضارات الغرب اليونان والرومان. يبقى في حضارات الشرق القديم وفي حضارات الغرب القديم. خلي بالك برضو ظهور الديانات زي الدين المسيحي والدين اليهودي، ما ظهرش لسه الاسلام. الاسلام ظهر في العصور الوسطى. انا بقى اكلمك عن العصور الوسطى. كلمه عصور وسطى نقسمها لحاجتين: اول حاجه اوروبا كانت عامله ايه، رقم 2 الشرق القديم كان عامل ايه، اللي هي الحضاره الاسلاميه. تعال نتكلم عن اوروبا. اوروبا بصينا كده لقينا فيها جهل ولقينا فيها فقر ولقينا فيها ظلم، اللي هو الاقطاع. كان في طبقه غنيه قوي وكان في طبقه فقيره قوي. كان كل حاجه في ايد الكنيسه، يعني الكنيسه هي المتحكمه في كل حاجه. كان في شخص في الكنيسه اسمه بابا روما، كان هو المتحكم في كل الدول. يبقى معنى كده ان انتشر فيها الجهل والفقر والفساد. كان فيها فقر وكان فيها جهل، كان فيها سيطره الكنيسه اللي هو بابا روما، كان هو متحكم في كل حاجه. يبقى معنى كده لو قال لك انتشر الجهل والفقر في اوروبا هختار العصور الوسطى. طب الحضاره الاسلاميه، ظهرت الحضاره الاسلاميه وظهرت الفتوحات الاسلاميه معاها. طبعا فتحنا مكه وفتحنا مصر، فتحنا بلاد كتير جدا. عشان كده لو قال لك اي حاجه فيها فتوحات اسلاميه، اي حاجه فيها فتوحات اسلاميه، العصور الوسطى. تعالى كده نتكلم مع بعض ونتكلم عن العصور الوسطى باختصار. فلو قال لك ان في ظلم وفي فقر وفي فساد في اوروبا هختار العصور الوسطى. لو قال لك ان الحضاره الاسلاميه كانت منوره ومزدهره هختار برضو العصور الوسطى. العصور الحديثه 4 حاجات: رقم 1 نهضه اوروبيه، رقم 2 ثوره صناعيه، رقم 3 كشوف جغرافيه، اخر حاجه حركات استعماريه. تعال نشرحهم واحده واحده. يعني ايه كلمه نهضه اوروبيه؟ تقدم كبير جدا في الدول الاوروبيه. يبقى حصل تقدم كبير، ولما حصل تقدم كبير حصل كمان معاه ثوره صناعيه. يعني ايه يا مستر ثوره صناعيه؟ بقى في مصانع كتير جدا عندنا، والمصانع دي بتشتغل بالالات والمكن. عشان كده كنا محتاجين ماده خام، فالدول الاوروبيه طلعت تدور على مواد خام في حركه كشوف جغرافيه. الكشوف الجغرافيه ان احنا بنروح ندور على اماكن جديده عشان ناخد منها الماده الخام. وفي الاخر طبعا ظهر حركات استعماريه، وكلمه حركات استعماريه معناها الاحتلال. يعني دوله قويه تروح تحتل دوله ضعيفه عشان تاخد منها الماده الخام بتاعتها. يبقى خلي بالك
لو قال لك اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح في العصور الحديثة، لو قال لك اكتشاف الامريكتين، امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه في العصور الحديثه، اكتشاف قاره استراليا في العصور الحديثه، لو قال لك حركات استعماريه زي مثلا احتلال مصر، احتلال الجزائر، احتلال المغرب، اي حاجه فيها احتلال اختار عصور حديثه. تعال نتكلم عن المعاصر، العصور المعاصره. والعصور المعاصره زي ما فيها ايجابيات فيها سلبيات. تعال نتكلم عن الايجابيات. الايجابيات ان الانسان قدر ان هو هبوط على الفضاء. الهبوط على الفضاء يعني يكتشف الفضاء، يعني ناخد مركبه ونروح كمان ننزل على الفضاء. الثوره المعلوماتيه، حصل ثوره معلوماتيه اللي هو عصر التكنولوجيا الحديثه، الانترنت. بقينا نتصل باي حد موجود في العالم، ثوره معلوماتيه. بقينا نخش على جوجل نكتب ونجيب اي معلومات احنا عايزينها، شات جي بي تي، الحاجات دي كلها اسمها ثوره معلوماتيه. التحرر الوطني، فاكر الدول اللي كانت محتله دلوقتي حصل فيها تحرر وطني. تحرر وطني معناها ان مصر كانت دولة محتلة، انجلترا دخلت مصر واحتلتها، خلي بالك في العصور الحديثة، ولكن قدرت مصر تخرج انجلترا، يبقى معنى كده ده اسمه تحرر وطني. فرنسا راحت احتلت المغرب، بس قدرت المغرب طبعا تخرج فرنسا، يبقى دي اسمها تحرر وطني. اما السلبيات فساد البيئة والامراض والحروب. فساد البيئة والامراض والحروب، يبقى حصل فساد في البيئة، طبعا حصل تلوث في المية، تلوث في الهواء، ثقب الاوزون، احتباس حراري، دي كلها فساد البيئة. طب حصل كمان امراض زي فيروس كورونا وفيروس سي، الحاجات دي كلها، وحصل كمان حروب. العامل المشترك بين العصور الحديثة والعصور المعاصرة هي الحروب. كده خلصنا الدرس الاول. تعال ندخل مع بعض على الدرس الثاني. نتكلم مع بعض عن الدرس الثاني وهو انواع المصادر. يا اما تكون مصادر اوليه يا اما تكون مصادر ثانويه. كلمه اوليه كل ما كتب، كل ما نقش وقت وقوع الحدث. يعني مثلا دلوقتي لو انت عامل بحث عن الملك، وليكن مثلا الملك خوفو، وانت رحت جبت معلومات من الاثار اللي اتعملت ايام الملك خوفو، او مثلا من النقوش اللي اتحفرت ايام الملك خوفو، او مثلا من ورق البردي اللي اتكتب ايام الملك خوفو، فدي اسمها مصادر اوليه. ولكن لو رايح تجيب مثلا معلومات من كتب اتكتبت عن الملك خوفو بس بعد ما مات بكتير جدا بفتره طويله، يبقى دي اسمها مصادر ثانويه. يبقى خلي بالك، لو احنا لقينا حاجه كانت موجوده ايام الملك ده يبقى اسمها مصادر اوليه. طب كانت موجوده بعد ما الملك ده مات بكتير يبقى اسمها مصادر ثانويه. تعال برضو نتكلم مع بعض عن المصادر الاوليه. وقال لي رقم واحد هي الاثار، ودي المصدر الاساسي. يبقى رقم واحد الاثار هي المصدر الاساسي. العثور عليها اثناء الحفر، ما انت وانت بتحفر كده ممكن تلاقي تماثيل، وانت بتحفر ممكن تلاقي مومياوات، يبقى دي اسمها العثور عليها اثناء الحفر، زي الاهرامات وزي المعابد وزي التماثيل وزي المومياوات. فلو قال لك المصدر الاساسي هي الاثار، المصدر الاساسي للحضاره هي الاثار. هكلمك عن النقوش، والنقوش نوعين، يا اما نقش بارز يا اما نقش غائر. كلمه بارز يعني ظاهر، كلمه بارز معناها ظاهر. النقش ده تلاقيه طالع لبره شويه كده، يعني انا لو كتبت اسمي واسمي ده تحس ان هو بارز يعني طالع لبره، فده اسمه نقش بارز. وفي نقش كمان اسمه نقش غائر، لو كتبت اسمي بس داخل لجوه شويه يبقى اسمه نقش غائر. تعالى برضه ابسط لك الموضوع شويه لما نتكلم عن حجر باليرمو وصلايه نعرمر. تعالى كده نشوف حجر باليرمو. حجر باليرمو دي اسمها صلايه نعرمر. بص كده النقش بتاع صلايه نعرمر هتلاقي نقش بارز، يبقى صلايه نعرمر نقش بارز. تتكلم عن ايه صلايه نعرمر؟ تتكلم عن الاسره الاولى، الملك مينا لما وحد القطرين قدر ان هو ياخد اسير من الشمال. بيتكلم عن حروب الملك مينا، الحروب. تتكلم عن الاسلحه بتاعت الجيش. لو انت بصيت كده في الصلايه كويس في اللوحه دي هتلاقي موجود الملك مينا واخد اسير من مملكه الشمال، وطبعا معاه الحربه عشان يقتله. هتلاقي برضو موجود فيها اسلحه، يبقى معنى كده بيتكلم عن الحروب والاسلحه. اما دي اسمها حجر باليرمو. حجر باليرمو من قبل الاسرات، قبل الاسرات حتى الاسره الخامسه. حجر باليرمو نقش اسمه نقش غائر، النقش بتاعه اسمه نقش غائر. تعال نكمل. حجر باليرمو هو نقش غائر، كلمة غائر زي ما قلت لك كده داخل لجوه شوية. عصر ما قبل الأسرات
حتى الاسره الخمس، يبقى بتتكلم عن الاسره الخمس، بيتكلم عن الحروب، المعابد، التماثيل، الحاجات دي كلها احداث تاريخيه طبعا، دي اسمها احداث تاريخيه، حروب، معابد، تماثيل. اما صلايه نعرمر بتتكلم عن الاسره الاولى، هتلاقي صوره الملك نعرمر، هتلاقي فيه مناظر الجنود والاسلحه، الجانب العسكري. يبقى لو قال لك ان صلايه نعرمر ركزت على الجانب العسكري صح، لان كان فيها اسلحه. وخلي بالك برضو ان هي من المصادر الاوليه، يبقى سواء الاثار او النقوش كلها مصادر اوليه. احنا لسه في المصادر الاوليه. البرديات مصادر اوليه برضو، ورق البردي، واشهر برديه هي برديه ابرس. كانت بتتكلم عن ايه يا مستر؟ كانت بتتكلم عن مجال الطب. فالمصريين القدماء عرفوا التخصص، كانوا متخصصين جدا في علم الطب. تخصص في الطب زي مثلا عمليات الجراحيه، تخصصوا في طب العيون، تخصصوا مثلا في القصور وفي العظام، تخصصوا في امراض النساء. دي كلها تخصصات للمصريين. يبقى برديه ابرس ركزت على الجانب الطبي، ركزت برديه ابرس على الجانب الطبي. عرفوا التخصص، امراض البطنه، العيون، الجراحه، النساء. وهو مصر، كانت مصر ساعتها هي المصدر الوحيد للبردي. مصر هي المصدر الوحيد للبردي، يعني مصر كانت بتصدر ورق البردي لكل مكان في العالم. يبقى دي اسمها البرديات، مصادر اوليه برضه. هنتكلم عن الاستراقه. كلمه الاستراقه معناها ان انت لو جبت مثلا القله وكسرتها على الارض كده بيطلع منها قطع صغيره. القطع الصغيره دي بسميها قطع الفخار. قطع الفخار هي الاستراقه. ان انت مثلا دلوقتي طبقه فقيره، مش معاك فلوس تشتري ورق البردي، لان ورق البردي زمان كان غالي جدا. فانت مش معاك فلوس تشتري ورق بردي، تعمل ايه؟ تروح تجيب الاستراقه دي، وهي كانت منتشره موجوده بكثره في مصر القديمه، لان احنا كنا بنجيبها من طمي النيل، فكان سهل جدا تلاقيها. فانا مثلا ابني الصغير نفسه ان هو يتعلم الكتابه، بس انا مش معايا فلوس اشتري بردي، فاعمل ايه؟ اروح اجيب له استراقه يتعلم عليها. عشان كده قال لك ارتبط استخدامها بالاوضاع الاجتماعيه. تعالى بقى نتكلم عن الاستراقه. الاستراقه طبقه فقيره. الاستراقه قصرات الفخار، وكانت دايما بتستخدم في الحاله اليوميه زي مثلا المعاملات التجاريه. انا مثلا عايزك تكتب لي وصل امانه، بكتب وصل الامانه على الاستراقه. ده كمان التدريب على الكتابه، يبقى كانت كمان العيال الصغيره تتدرب على الكتابه. يبقى البرديات عشان هي غاليه ومش اي حد ممكن يشتريها، كنا بنروح نشتري استراقه. تعال نتكلم عن النقود. النقود عايز اعرف منها 3 حاجات: نوع المعدن، رقم 2 الصوره والختم، رقم 3 طبعا بيتكلم عن رسومات. نوع المعدن بيعرفك الحاله الاقتصاديه. نوع المعدن، انا مسكت مثلا عمله دلوقتي، العمله دي لو هي مصنوعه من الذهب فالناس دي غنيه معاها فلوس. العمله دي مصنوعه من النحاس فالناس دي فقيره. يبقى معنى كده مسكت عمله مثلا ايام الملك بطليموس، عايز اعرف الملك ده كان الناس ساعتها كانت غنيه ولا فقيره؟ الدوله ساعتها كانت غنيه ولا فقيره؟ اروح اجيب المعدن بتاعه، اشوف هل نوع المعدن ده ذهب ولا نحاس. لو ذهب الناس ساعتها كانت غنيه، لو نحاس الناس ساعتها كانت فقيره ومش لاقيه تاكل. طيب بالنسبه للختم والصوره، بشوف صوره الملك كده، يبقى الختم والصوره بيعرفني الاحوال السياسيه. الاحوال السياسيه يعني تاريخ العمله دي، ولكن مثلا بيبقى مكتوب عليها تاريخ معين. صوره الملك بعرف الملك مثلا كان بيحكم مصر في الفتره من كذا لحد كذا، يبقى دي اسمها الختم والصوره، بتدل على الاحوال السياسيه. طب الرسومات، الرسمه لو حلوه وجميله بتعرفني ان كان في فنانين في البلد، الفن كان عالي ساعتها في البلد. الرسمه لو وحشه فتلاقي مثلا ايد اكبر من ايد او رجل اكبر من رجل، تحس ان هي البلد دي ما فيهاش فنانين. فخلي بالك ان الرسومات بتدل على الحاله الثقافيه، ان هل البلد دي كان فيها فنانين وطبعا بترسم كويس ولا ما كانش فيها. تعال بقى نتكلم عن كتابات المؤرخين، ودي تعتبر من المصادر الاوليه. كتابات المؤرخين اللي كانوا عايشين وقت وقوع الحدث. يعني أنا مثلا احمد مجدي كان عايش ايام الملك خوفو، فكتب عن الملك خوفو مثلا، يبقى دي اسمها مصادر اوليه مش ثانويه. يبقى كتابات المؤرخين زي مانيتون السمنوجي، ده كان راجل عايش زمان جدا، مؤرخ مصري كان عايش زمان جدا، وكتب عن الاسرات من الاسره الاولى لحد الاسره ال30. هو اللي قسم الاسرات من الاسره الاولى لحد الاسره ال30، اسمه مانيتون السمنوجي. وكمان كان عايش واحد اسمه هيرودوت، وهيرودوت كان مؤرخ يوناني، ولكن جه زار مصر وكتب كتاب اسمه تمحيص الاخبار. الكتاب ده 9 اجزاء. الجزء الثاني كان بيتكلم فيه عن جغرافية مصر، واتكلم فيه عن الأحداث التاريخية لمصر. يبقى اتكلم عن جغرافية مصر والأحداث التاريخية اللي بتحصل في مصر، اتكلم عن حكام أو الملوك اللي كانوا عايشين في مصر في الوقت ده. يبقى دي اسمها كتابات المؤرخين. تعال بقى نبدأ مع بعض
المصادر السنويه. كلمه مصادر السنويه زي ما قلت لك قبل كده ان في واحد مثلا عمل كتاب عن الملك خوفو، اتكلم عن الكتاب ده عن قصه حياه الملك خوفو بس سنه 2020. يبقى الراجل ده ما كانش عايش وقت الملك خوفو، ده هو كتب بعد الملك خوفو بكتير جدا، يبقى دي اسمها مصادر سنويه. اتكتبت بعد وقوع الحدث بفتره طويله. زي ايه؟ زي كتابات الفلاسفه والشعراء. لو احنا نتكلم عن الفلاسفه فهم زي سقراط وزي افلاطون وزي ارسطو، والناس دي خيالهم واسع شويه، فتلاقي سقراط ده كان بيتكلم او ارسطو كان بيتكلم عن حاجات خياليه. زي افلاطون كان بيتكلم عن المدينه الفاضله. مدينه فاضله مدينه كامله من كل حاجه، مش موجوده اصلا غير في عقل افلاطون بس. فدي اسمها مصادر سنويه لانه يغلب عليها الخيال، كان فيها خيال اكتر. طب الشعراء برضو لو كاتب قصيده فالقصيده دي يغلب عليها الخيال، فتلاقيه مثلا قاعد بيوصف لك معركه اسمها الإلياذة والأوديسا. كان في شاعر اسمه هوميروس، شاعر مشهور جدا في بلاد اليونان، عمل قصيده اسمها الإلياذة والأوديسا واتكلم فيها عن حربين حصلوا في اليونان زمان، ولكن كان يغلب عليها الخيال. فتلاقي مثلا بيقول لك ان كانوا بيحاربوا بعض بالخيول المجنحه، ان كان فيها احصنه بتطير. طبعا الكلام ده فيه خيال جدا، فيه مبالغه جدا، يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها الشعراء. اخر حاجه هي الاساطير، وكلمه اساطير معناها ان دي حدوته كنا بنحكيها زمان، ودي اسطوره. يعني ايه اسطوره؟ يعني قصه خياليه. كلمه اسطوره معناها قصه خياليه، وهي جزء من التراث الشعبي، الثقافه بتاعتنا الجميله، الثقافه الشعبيه. الناس كانوا بيحكوها زمان زي ايزيس وزوريس وزي قصه الطوفان. دي كلها طبعا حدوته خياليه ما كانتش اصلا موجوده، فمعنى كده ان دي اسمها اساطير. يبقى خلي بالك، كتابات المؤرخين مصادر اوليه، ولكن كتابات الفلاسفه والشعراء مصادر سنويه. الاساطير مصادر سنويه. خلي بالك برضو ان اي كتب، اي رسالات علميه، اي مثلا رساله دكتوراه، الحاجات دي كلها تعتبر مصادر سنويه. يعني احمد مجدي كتب كتاب عن الملك خوفو، دي اسمها مصادر سنويه. عمل رساله دكتوراه، مصادر سنويه. عمل رساله ماجستير، مصادر سنويه. يبقى المصادر السنويه هي اللي اتكتبت بعد وقوع الحدث بفتره طويله. طيب ايه التشابه بين المصادر الاوليه والمصادر السنويه؟ التشابه ما بينهم ان هما الاثنين من انتاج الانسان، وهما الاثنين بيدوني معلومات تاريخيه. هما الاثنين من انتاج الانسان وهما الاثنين بيدوني معلومات تاريخيه. كده خلصنا الدرس الثاني. تعالى بقى نتكلم عن الدرس الثالث. الدرس الثالث بيكلمك عن عوامل طبيعيه، عوامل بشريه. عوامل قيام الحضاره، في عوامل طبيعيه، في عوامل بشريه. عوامل طبيعيه، اول عامل واهم عامل بالنسبه لي هو نهر النيل. نهر النيل بيعلم الانسان الوحده والتضامن، بيعلم الانسان التكافل والتكامل، بيعلم الانسان التواصل مع الاخرين. تعال ناخدها واحده واحده. نهر النيل بيعلمني ايه؟ الوحده والتضامن. لو حصل فيضان في نهر النيل مثلا، تلاقي المصريين كلهم بيتجمعوا مع بعض عشان يبنوا السد. يبقى معنى كده دي اسمها الوحده والتضامن، ان احنا بنتعاون مع بعض، بنساعد بعض عشان نحمي نفسنا من الفيضان. يبقى ده اسمه الوحده والتضامن. نهر النيل برضو علمني التكافل والتكامل، معناه ان احنا كلنا بنكمل بعض. يعني ايه بنكمل بعض؟ يعني مثلا في ناس بتزرع في الشمال وفي ناس بتزرع في الجنوب، ففي محاصيل بتزرع في الشمال وفي محاصيل بتزرع في الجنوب. انا مثلا زرعت في الشمال قمح وانت زرعت في الجنوب مثلا فاكهه، فاحنا بنبدل المحاصيل مع بعض. نبدل المحاصيل مع بعض ده اسمه تكامل واسمه تكافل. يبقى احنا عشان نبدل المحاصيل بين اهل الشمال واهل الجنوب ده اسمه التكامل والتكافل. تواصل مع الاخرين. طبعا نهر النيل وصلنا بكل الدول الافريقيه، نهر النيل بيتواصل مع كل الدول الافريقيه. انا ممكن اركب مثلا السفينه بتاعتي وامشي من مصر اعدي على السودان والصومال والحبشه اللي هي اثيوبيا، يبقى معنى كده حصل تواصل بين بلدان افريقيا. تعال نتكلم برضو عن الموقع الجغرافي. بكلمك عن الموقع الجغرافي. مصر موقعها الجغرافي مميز جدا لان هي في قلب العالم القديم. في قلب العالم القديم يعني هي في النص بين اسيا واوروبا، هي بتقع في المنتصف، عشان كده موقعها جميل جدا جدا جدا. تقدر ان انت تاخد من اسيا وتقدر تاخد من اوروبا. يبقى انت الموقع بتاعك موقع مميز، ملتقى قارات العالم. كل قارات العالم بتعدي على مصر، قصدي قارات العالم القديم. كمان بتطل على البحر الاحمر والبحر المتوسط، فساعد موقع مصر على التواصل. تواصل بقى بس بين دول العالم، خلى مصر تتصل بكل دول العالم. يبقى خلي بالك، نهر النيل حاجه وموقع مصر حاجه. نهر النيل ساعد على التواصل مع بلدان افريقيا، فلو اقول لك التواصل مع بلدان افريقيا نهر النيل صح،
ولكن لو قال لك التواصل مع بلدان العالم يبقى الموقع جغرافي. طيب الثروات المعدنيه هي اغلى العوامل، الثروات المعدنيه هي اغلى حاجه طبعا، اغلى العوامل زي الصخور وزي المعادن. ما احنا عملنا الحضاره بتاعتنا، الحضاره المصريه القديمه عملناها من الصخور، نحتنا في الصخور وعملنا اهرامات، عملنا متاحف، عملنا معابد. يبقى خلي بالك ان الحضاره المصريه اعتمدت على الثروات المعدنيه. صنعنا منها بقى الحلي، وصنعنا منها التماثيل والاهرامات. الحدود الطبيعيه شمالا بحر متوسط، جنوبا في حاجه اسمها الجنادل، الجنادل اللي هي الصخور الكبيره اسمها الجنادل، والجنادل دي صعب جدا اي حد يعدي منها. والشرق فيه صحراء شرقيه والغرب فيه صحراء غربيه، فانت محمي من كل ناحيه. عشان كده بيقول لك ان الحدود الطبيعيه ساعدت على الدفاع عن مصر ضد الاعداء، ان ما كانش في اعداء بيجي لك بسبب الحدود الطبيعيه بتاعتك، وكمان حافظت على الامن والاستقرار. فاكتر عامل مهم بالنسبه لويل ديورانت هو الحفاظ على الامن والاستقرار، ان احنا يبقى في عندنا امن ويبقى في استقرار. فلو كلمك عن ويل ديورانت واكتر عامل مهم بالنسبه له هي الحدود الطبيعيه. هكلمك بقى عن اخر حاجه وهي المناخ. المناخ طبعا بتاع مصر مناخ معتدل، عشان كده ساعد على نشاط الانسان، يعني الانسان يشتغل والانسان يعمل حضاره. يبقى المناخ ساعد الانسان على النشاط والحيويه، ادانا نشاط وحيويه. طول ما المناخ معتدل، طول ما انت قادر تنزل وتشتغل وتعمل اللي انت عايزه. اما لو المناخ حر جدا او برد جدا مش هتقدر تشتغل. المناخ مثلا بتاعنا لو حر جدا هتبقى انت مفرهد مش قادر ان انت تشتغل، والمناخ لو برد جدا هتبقى مكسل اصلا تنزل من البيت بتاعك. يبقى معنى كده المناخ معتدل ده ساعد على نشاط الانسان. طبعا المناخ بتاعنا جاف، كلمه جاف معناها ان هو مش رطب، ما فيهوش رطوبه. لو المناخ بيبقى فيه رطوبه فتلاقيه بياكل في الحيطان، يعني مثلا اي بيوت بتطل على البحر تلاقيها متاكله بسبب ايه؟ بسبب الرطوبه. اما المناخ بتاعنا الحمد لله ان هو جاف، فعشان كده ادى الى حمايه الاثار. تعالى بقى نتكلم عن العوامل البشريه. كلمه عوامل بشريه معناها كفاح الانسان، الانسان اشتغل وتعب لحد ما بنى الحضاره بتاعته. خلي بالك لو انت عندك موقع جغرافي مميز وعندك نهر النيل وعندك ثروات معدنيه، كل ده من غير الانسان ملوش اي لازمه. الانسان هو اللي بيشتغل، هو اللي بيعمل حضاره، هو اللي بيبني. عشان كده هيرودوت لما قال مصر هبه النيل احنا زعلنا طبعا، لان هو انكر دور المصريين. لا، احنا بنقول مصر هبه النيل والمصريين، مش هبه النيل بس. ايوه النيل ليه فضل علينا طبعا، ولكن احنا المصريين اللي عملنا الحضاره. كده احنا خلصنا الدرس الثالث، هندخل مع بعض في الدرس الرابع. الدرس الرابع بيتكلم عن الحضاره المصريه القديمه. هكلمك عن عصور تاريخ، هنتكلم عن العصر العتيق، وكمان هنتكلم عن الدوله القديمه وعصر الانتقال الاول، الدوله الوسطى، عصر الانتقال الثاني، هتكلم عن الدوله الحديثه، واخر حاجه العصر المتاخر. تعال نتكلم عن العصر العتيق. العصر العتيق عايز اقول لك ان مصر زمان كانت منقسمه لجزئين، في مملكه الشمال وفي مملكه الجنوب. بس ظهر ملك قوي جدا في الجنوب وقدر ان هو يوحد الاثنين مع بعض ويعمل مصر دوله قويه. الملك مينا طبعا، الملك مينا هو اللي وحد القطرين. الملك مينا وحد المملكتين، بقى هو حاكم المملكتين، مملكه الشمال ومملكه الجنوب. خلى العاصمه منف، يبقى الملك مينا خلى العاصمه منف. وخلي بالك برضو ان هو امن وحده البلاد. يعني ايه امن وحده البلاد؟ عشان ما فيش اي حد يفكر ان هو يجي بعد كده يحتل مصر، فهو امن البلد كويس. والملوك اللي جوهم بعد الملك مينا حاولوا ان هم يحافظوا على الوحده دي. ازاي؟ كانوا بيعملوا دايما حاجه اسمها المصاهره. كلمه المصاهره معناها الجواز، ان انا مثلا واحد من الجنوب اروح اتجوز بنت من الشمال، فمعنى كده ان احنا بنعمل مصاهره، يعني نتجوز من بعض. اللي في الشمال يروح يتجوزوا من الجنوب، الملك بتاع الشمال يروح يتجوز من مثلا الملكه بتاعه الجنوب، فدي اسمها المصاهره. وطبعا برضو كانوا بيهتموا بالعاده الدينيه، فتلاقي مثلا الملك لو هو من الشمال ويسمع عن ان في عيد في مملكه الجنوب بيروح ان هو يحتفل معاهم. يبقى معنى كده دي اسمها الاهتمام بالعاده الدينيه. الدوله القديمه من 3 لحد 6. الدوله القديمه هي عصر بناة الاهرام، وده عصر قوه مش ضعف، حكومه قويه. الحكومه بتاعتي حكومه قويه، قصرة الموارد. طبعا ما احنا بنينا الاهرامات وعملنا تماثيل كتير جدا، فطبيعي جدا يكون فيها موارد، يعني الدوله غنيه والثروات، الدوله فيها دوله غنيه. كنا احنا بنعمل تماثيل من الذهب، انت متخيل؟ فالدوله هنا قويه مش ضعيفه، كان فيها موارد وكان فيها ثروات كتير جدا. انتشار الامن والامان، ما كانش فيه سرقه، ما كانش فيه حراميه، انتشار الامن والامان. وبناء الاهرامات دي اهم حاجه حصلت في الدوله القديمه. يبقى بناء الاهرامات بتدل على كثره الموارد، بناء الاهرامات بتدل على ان الدوله كانت قويه، لان كان فيها استقرار وكان فيها امن وكان فيها امان.
عشان كده قدرنا ان احنا نعمل حضاره. كان في ملك في اواخر الاسره السادسه اسمه الملك بيبي الثاني، ملك ضعيف جدا. فلما حكام الاقاليم اللي هم حكام المحافظات بيشوفوا ان الملك ضعيف، بيبداوا ان هم يتنططوا عليه، يبداوا ان هم كل حاكم اقليم يطمع في الاقليم بتاعه، يطمع في المحافظه بتاعته. يعني مثلا احمد حاكم اقليم القليوبيه، انا شفت ان الملك ضعيف ملوش اي لازمه، خلاص هطمع في المحافظه بتاعتي واحكمها لوحدي بدون ما ارجع للملك في اي حاجه. عشان كده قال لك ضعف الملوك. يبقى رقم واحد ضعف الملوك، الملك ضعيف. رقم اتنين زياده حكام الاقاليم، زياده نفوذ حكام الاقاليم، ان حكام الاقاليم بيبتدوا ان هم نفوذهم بيزيد، نفوذهم بيعلى، فيبتدوا ان هم يستقلوا بحكم الاقليم بتاعهم وما يسمعوش كلام الملك. طب رقم ثلاثة اضطراب الامن، كان في فوضى في البلد، كان في صراعات داخليه في البلد. انتهى عصر الانتقال الاول مع الاسره العاشره، ونبدا في عصر اسمه عصر الرخاء الاقتصادي اللي هي الدوله الوسطى. اسمها عصر الرخاء الاقتصادي او بيسموها الدوله الوسطى. عصر الرخاء الاقتصادي ده فيه رخاء، وكلمه رخاء معناها تقدم في الزراعه، ان احنا اهتمينا بالزراعه جدا. عشان كده اي ملك دلوقتي هيجي في العصر الدوله الوسطى هو ملك قوي، هيهتم بالمشاريع الزراعيه ويهتم بالبناء والعمران. تعال نتكلم كده عن ملك اسمه منتحتب الثاني. اعاد توحيد البلاد، يعني الراجل ده هو اللي رجع وحده البلاد تاني. البلد كانت منقسمه ومتفرقه، هو اللي رجع الوحده بتاعه البلد تاني. وكمان خلى العاصمه طيبه، نقل العاصمه من منف الى طيبه، واخضع حكام الاقاليم، سيطر على حكام الاقاليم، خلاهم يسمعوا كلامه. حاكم الاقليم لما بيشوف ان الملك قوي بيسمع كلامه، يقول له سمعا وطاعا ايها الملك. عشان كده لما شافوا ان منتحتب الثاني ده ملك قوي سمعوا كلامه، وطبعا هو اللي كان مسيطر عليهم، كان مسيطر على كل حاجه في البلد. يبقى منتحتب الثاني هو اللي رجع وحده البلاد تاني. ابن محات الاول، مين هو ابن محات الاول؟ ده نقل العاصمه الى اسيتاوي، نقل العاصمه الى اسيتاوي عشان تكون قريبه من الدلتا، والدلتا يعني ارض زراعيه خصبه. يبقى معنى كده هو عايز يستفيد من الناحيه الاقتصاديه. يبقى الراجل ده نقل العاصمه ليه؟ عشان يستفيد من الناحيه الاقتصاديه، يزرع الارض بتاعه الدلتا. كان في برضه ملك بعديه اسمه سنوسرت الثالث وابن محات الثالث، هما الاثنين شيدوا مباني، يبقى اهتموا بالعمران. شيدوا مباني معناه ان هم اهتموا بالعمران واهتموا بالزراعه. يبقى اهتموا بحاجتين، اهتموا بالعمران واهتموا بالزراعه. عشان كده سميناه عصر الرخاء الاقتصادي، لان الملوك كانوا بيهتموا بالمشروعات الزراعيه، بنوا السدود وبنوا القنوات عشان يهتموا بالزراعه اكتر. دخلنا في عصر اسمه عصر الانتقال الثاني، وعصر الانتقال الثاني ده عصر ضعف، عصر وحش جدا. مصر ضعيفه، حكام ضعاف، وزياده نفوذ حكام الاقاليم. يبقى لما الملك بيضعف بيزيد نفوذ حكام الاقاليم، لحد ما في الاخر حصل عندنا احتلال الهكسوس لمصر. الهكسوس هم قبائل رعويه جايين من اسيا عشان يحتلوا مصر، وفعلا قدروا ان هم يدخلوا ويحتلوا مصر. جه بعديها عصر الدوله الحديثه. عصر الدوله الحديثه بيبداوا الملك احمس. عصر الدوله الحديثه من الاسره 18 لحد الاسره ال20، من 18 لحد 20، وده عصر قوه، بيسموه عصر المجد الحربي، عصر قوه مش ضعف. انتصر احمس على الهكسوس، قدر ان هو ينتصر على الهكسوس، وعمل كمان اصلاحات داخليه وامن البلد. يبقى معنى كده احمس كان معاه جيش قوي. يا مستر كان معاه جيش قوي، لانه قدر ان هو ينتصر على الهكسوس ويطردهم بره البلد خالص، وقدر كمان يعمل شويه اصلاحات داخليه. جه بعديه ملكه اسمها حتشبسوت. حتشبسوت اهتمت بالتجاره اكتر، فعملت نشاط تجاري مع مين؟ مع بلاد بونت، عشان يجيبوا خشب اسمه خشب الارز. يبقى معنى كده ان عملت رحله تجاريه لبلاد بونت، بلاد بونت اللي هي بلاد الصومال، عشان طبعا نجيب من هناك خشب اسمه خشب الارز. تحتمس الثالث، الراجل ده كان ملك قوي جدا، عمل امبراطوريه واسعه، قدر ان هو يسيطر على اماكن كتير جدا. كلمه امبراطوريه واسعه معناها ان مصر معاه ودول تانية معاه، زي مثلا قدر ان هو يسيطر على سوريا وسيطر على فلسطين، فدي اسمها امبراطوريه واسعه. ده كمان الراجل ده عمل معركه اسمها معركه مجدو مع امراء سوريا، في امير هناك اسمه امير قادش كان عايز يستقل بسوريا، ولكن الراجل ده تحتمس الثالث قدر ان هو ينتصر عليه في معركه مهمه جدا اسمها معركه مجدو. يبقى الراجل ده عمل امبراطوريه كبيره.
تعال نكمل برضو. اخناتون جه بعد تحتمس الثالث. اخناتون مين هو اخناتون؟ هو منتحتب الرابع. منتحتب الرابع او بيسموه اخناتون عمل ثوره اسمها ثوره دينيه. عمل ثوره دينيه هي اول ثوره دينيه عشان يدعو لعباده اله اسمه الاله اتون. كان بيحب اله اسمه الاله اتون اللي هو رمز له بقرص الشمس. يبقى الراجل ده عمل ثوره دينيه عشان يخلي الناس تدعو لعباده اله واحد اسمه الاله اتون. ولكن طبعا كهنه الاله امون كانوا رافضين الكلام ده. ليه؟ لان كهنه الاله امون كان عندهم معابد كتير جدا. فكاهن المعبد معناها المسؤول عن المعبد، فكان بيقف على باب المعبد كده، كل واحد مثلا داخل يصلي في المعبد بيكرمش له في جيبه 50 جنيه، فبيعمل مصلحه حلوه، بيطلع في الاخر بمصلحه حلوه جدا. فلما شافوا ان المعابد بتاعتهم هيهدوها وهيبنوا مكانها معابد لله اتون، قال لك لا، انت كده هتضيع مننا المصلحه. عشان كده عملوا ثوره مضاده. وكلمه ثوره مضاده معناها ان اخناتون كان بينزل يقول يحيى الاله اتون، هم ينزلوا يقولوا يسقط الاله اتون. دي ثوره مضاده. وطبعا البلد دخلت في حاله من الفوضى بسبب ان في ثوره في البلد، فدخلت في حاله من الفوضى والصراعات الداخليه. ما دخلت البلد في حاله من الفوضى. الراجل ده طبعا ضيع مصر خالص وضيع الممتلكات الخارجيه لمصر. اللي جه بعديه اسمه حور محب، حاول يحافظ على الامن والنظام في مصر. يبقى اعاد الامن والنظام لمصر، اعاد الاستقرار للبلد. ازاي يا مستر؟ لانه عمل قوانين. عمل قوانين اي حد هيعمل حاجه غلط هيتحاسب. يبقى الراجل ده ما كانش بيهزر، كان بيعمل قوانين عشان يحافظ على الامن والاستقرار في مصر. كمان جه بعديه الملك رمسيس الثاني، ملك قوي جدا اسمه رمسيس الثاني. انتصر على ناس اسمهم الحيثيين من اسيا، اسمهم الحيثيين، في معركه اسمها معركه قادش، معركه كبيره جدا اسمها معركه قادش. قدر ان هو ينتصر على الحيثيين ويعمل امبراطوريه كبيره. ده كمان عمل اول معاهده سلام. بعد ما انتصر عليهم راح يسلم عليهم ويقول لهم تعالوا نتصالح مع بعض. يبقى معنى كده الراجل ده انتصر على الحيثيين في معركه اسمها معركه قادش، وكمان عمل معاهم اول معاهده سلام. عصر الدوله الحديثه بيتميز بايه؟ امبراطوريه واسعه. تحتمس الثالث، افتكر تحتمس الثالث عمل امبراطوريه واسعه. افتكر رمسيس الثاني عمل امبراطوريه واسعه. افتكر حتشبسوت عملت نشاط تجاري مع بلاد بونت. افتكر اول ثوره دينيه كان يدعو لعباده الاله اتون. يبقى معنى كده عصر الدوله الحديثه يتميز بثلاث حاجات: امبراطوريه واسعه، بيتميز بثوره دينيه، وكمان بيتميز بالنشاط التجاري. العصر المتاخر من الاسره ال21 لحد الاسره ال30، وده عصر ضعف. طالما قلت لك عصر متاخر من اسمه باين على اسمه متاخر لانه حاله من الضعف. كانت البلد ضعيفه وخسرت مصر كل ممتلكاتها الخارجيه. يعني مصر كان معاها دول خارجيه، يا مصر كان معاها سوريا وفلسطين ودول خارجيه، ولكن للاسف خسرت كل ممتلكاتها. مصر دخلت في احتلال اجنبي. احتلال اجنبي، احتلال الفرس، ثم بعد يوم اليونان على طول. يعني الفرس جم احتلونا، بعد كده اليونان جم احتلونا. يعني الفرس واليونان ده اسمه احتلال اجنبي. بس الاسره الوحيده اللي كانت قويه هي الاسره ال26، كان فيها ملك قوي. الاسره ال26 كان فيها ملك اسمه ابسماتيك الاول، وده كان ملك قوي جدا، كان مسيطر على البلد واخضع حكام الاقاليم. جه بعديه برضو ابنه الملك نخاوي الثاني، وده عمل رحله للدوران حول افريقيا، فكان ملك كويس برضو. بس بعد سقوط الاسره ال26 دخلت البلاد في احتلال الفرس، وبعد كده في الاسره ال30 دخلت البلد في احتلال اليونان اللي هو جه الاسكندر الاكبر واحتل مصر. احنا كده خلصنا العصور التاريخيه. خدنا اول حاجه عصر العتيق، الاسره الاولى والثانيه. خدنا العصور القديمه من 3 ل 6. خدنا العصر الانتقال الاول من 7 ل 10. خدنا عصر اسمه عصر الدوله الوسطى من 11 ل 12. كمان عصر اسمه عصر الانتقال الثاني. عصر الانتقال الثاني من 13 لحد 17 اسمه عصر الانتقال الثاني. دخلنا بقى في العصور الحديثه من 18 لحد 20. اخر عصر بقى اخر 10 سنين من 21 لحد 30 اسمه العصر المتاخر. تعالى بقى نتكلم عن خصائص الحضاره المصريه. اول حاجه القدم، تاني حاجه التقدم، ثالث حاجه الاصاله. نشرح الثلاثه دول الاول. قدم معناه ان حضاره قديمه جدا، من اقدم الحضارات هي الحضاره المصريه. التقدم كانت متقدمه في جميع المجالات، تقدمت في كل العلوم. كمان الاصاله قامت على جهود ابنائها. كلمه حاجه اصيله يعني حاجه جايه بتعب ابنائها. المصريين هم اللي عملوا الحضاره دي،
ما جبناش ناس من بره يعملوا الحضاره، لا احنا المصريين اللي تعبنا واشتغلنا لحد ما عملنا حضاره. استمراريه، استمرت هذه الحضاره آلاف السنين لحد النهارده لسه مستمره. استمراريه. التدين، الشعب المصري شعب متدين من زمان جدا. احنا اول ناس ندعو على عباده اله واحد اللي هو الاله اتون. فاكر اخناتون لما عمل ثوره دينيه؟ يبقى معنى كده احنا كنا دايما بنهتم بالدين، واول ناس يعملوا ثوره دينيه هم المصريين. وخلي بالك كنا مهتمين دايما ان احنا نعمل معابد ونعمل مقابر. فشعب مهتم بالمعابد ومهتم بالمقابر اكيد طبعا شعب متدين. اخر حاجه التواصل، وكلمه التواصل معناها ان احنا تواصلنا مع الشرق وتواصلنا مع الغرب. كنا بناخد منهم حاجات وهم بياخدوا مننا حاجات، كنا بنأثر فيهم وهم بيأثروا فينا. كده الحمد لله احنا خلصنا الجزء الاول، هندخل على الجزء الثاني. اول درس عندك اسمه الحاله الاقتصاديه. تعال نتكلم عن حياه المصري القديم. زمان كان بيتكلم عن الزراعه والصناعه والتجاره. هكلمك عن الزراعه الاول. هدخل على الزراعه، بيقول لك ان هو زرع محاصيل زراعيه عديده. كان عنده محاصيل زراعيه كتير جدا. زي ايه مثلا؟ زي القمح والشعير، وعنده كمان الفول والعدس، وعنده كمان محصول اسمه الكتان، وكمان كان بيزرع خضروات وفاكهه. كان بيزرع محاصيل كتير جدا. طب رقم 2 هكلمك بعد كده عن حاجه اسمها الصوامع. ايه هي الصوامع؟ هي بناء مخروش الشكل. بناء مخروش الشكل مصنوع من الفخار، والصوامع دي انت ممكن تخزن فيها الاكل بتاعك. زي بالظبط ماما كده عندها الثلاجه بتخزن فيها الخضار وبتخزن فيها الفاكهه. نفس الفكره بالظبط. احنا بنبني الصوامع على شكل مخروطي عشان نخزن فيها القمح بتاعنا فيكفينا طول السنه. فلو قال لك اهميه الصوامع قول له تحقيق الامن الغذائي. يعني ايه يا مستر تحقيق الامن الغذائي؟ يعني بنخزن فيها الاكل بتاعنا عشان يقعد معانا طول السنه. يبقى الصوامع مهمه ليه؟ عشان نخزن فيها الحبوب. ده كمان بنلجأ اليها لما يحصل اي مشكله، لما يحصل عندنا فيضان او يحصل عندنا جفاف، كوارث طبيعيه، فاحنا على طول بنروح ناخد القمح بتاعنا اللي احنا مخزنينه في الصوامع. طب رقم 2 قال لك الارض ملك للفرعون. الارض ملك للفرعون. يعني ايه الارض ملك للفرعون؟ يعني كل الاراضي ملك للدوله، ملك للفرعون. هو اللي معاه كل الاراضي، فبيوزع الارض على الفلاحين. الفلاح ده ياخد الارض دي والفلاح ده ياخد الارض دي. بعد ما بيوزعها على الفلاحين، الفلاح بيزرع الارض طول السنه، وفي اخر السنه بيجي بيدفع له الضرايب بتاعته. يبقى معنى كده الفلاح مش مالك الارض، الفلاح هو عباره عن ان هو بيشتغل في الارض عند الفرعون واخر السنه بيدفع له الضرايب. يبقى رقم 3 ان الفلاحين لازم يدفعوا الضرايب. يعني الارض ملكيه ايه؟ ملكيه عامه يا مستر، لانها ملك للدوله فدي اسمها ملكيه عامه. طب هل كان في زمان ملكيه خاصه؟ طبعا كان في ملكيه خاصه. كان الفرعون لما يحب مثلا واحد من الجنود بتاعته، هو شايف ان الجندي ده جندي مخلص، او شايف ان الموظف ده موظف شاطر، بيعمل ايه؟ بيديله الارض ملكيه خاصه. يعني ايه ملكيه خاصه؟ تبقى بتاعته ملكه للابد. وكمان كان في اراضي اسمها اراضي الاوقاف، دول اللي بيدوها للكهنه عشان طبعا ان هم يزرعوا الارض دي ويصرفوا على المعابد. يبقى معنى كده دي اسمها اراضي الاوقاف. زي اراضي مثلا دلوقتي عندنا اللي هي بنبني عليها المساجد والكنائس، اسمها اراضي الاوقاف برضه. هنكلمك على دور الدوله. هل الدوله الحكومه كانت بتعمل ايه في الزراعه؟ قال لي رقم 1 كانت بتعمل مشروعات الري. ايه هي مشروعات الري؟ كانت بتحفر لك القنوات والترع عشان تفيدك في الزراعه. رقم 2 كانت بتبني السدود. يبقى رقم 2 بناء السدود عشان تزود اراضي زراعيه اكتر، تزرع مساحات كبيره من الاراضي الزراعيه. اديني مثال، واحد اسمه ابن محات الثالث. ابن محات الثالث هيبني سد اسمه سد اللاهون. موجود فين ده يا مستر؟ موجود في الفيوم. سد اللاهون ساعدنا ان احنا نزرع مساحه كبيره جدا. المساحه دي 27,000 فدان، وكمان ساعدنا نبني مدن جديده في الفيوم. يبقى سد اللاهون ده كان في الفيوم، ساعدنا ان احنا نبني مدن جديده، ساعدنا نزرع مساحات كبيره من الارض الزراعيه. هكلمك دلوقتي عن تربيه الحيوان. احنا كنا مهتمين جدا بتربيه البقر، وخلي بالك برضو كنا بنربي الاغنام والطيور، ولكن المكانه الاولى المرتبه الاولى هي تربيه البقر. ليه بقى بنربي البقر؟ لانه بيفيدنا في اعمال الحقل. البقره بتفيد الفلاح في اعمال الحقل والزراعه. كمان البقره بناخد منها اللحوم والجلود بتاعتها، فكانت بتفيدنا جدا. وخلي بالك ان تربيه البقر اشتهرت في منطقه الدلتا. ليه منطقه الدلتا؟ لانها بتحتاج مراعي طبيعيه، فاشهر منطقه لتربيه الابقار هي منطقه الدلتا، ودي وجه بحري. خلي بالك، فلو سالك سؤال الابقار اتربت فين؟ قول له في الوجه البحري اللي هي في منطقه الدلتا. كمان كان عندنا انواع من الصيد زي صيد البر وصيد الاسماك، واخر صيد اسمه صيد الطيور. تعال نتكلم عن صيد البر. صيد البر ان في واحد من الاغنياء بيروح عشان يصطاد غزاله او يصطاد اسد،
ودي اسمها للترفيه والتسليه، بيسلي نفسه بدل ما يقعد مثلا في البيت يقول لك لا اطلع رحله الصيد، اقعد اصطاد غزال، اقعد اصطاد مثلا زراف، يبقى معنى كده للتسليه. ودي اشتهرت في الطبقه الغنيه. اما صيد الاسماك دي كانت للطبقه الفقيره، واحد مش معاه فلوس فبيروح يصطاد له سمكتين وياكلهم، دي الطبقه الفقيره. فلو قال لك صيد البر وصيد الاسماك بيدل على ايه؟ ده بيدل على التقسيم الطبقي، المجتمع كان طبقه غنيه وكان طبقه فقيره. اخر صيد بقى اسمه صيد الطيور، وطبعا مش محتاج مجهود زي صيد السمان والبجع. خلصنا كده الجزئيه دي، تعال ندخل على الجزئيه الثانيه اللي هي الصناعه. كان في طبعا صناعات عديده جدا، صناعات كتيره. اشتهر المصري القديم بالصناعه. كان بيصنع ايه مثلا؟ صناعات حجريه، كان بيصنع صناعه الفخار، صناعه طبعا اخشاب، صناعه ورق البردي، الزجاج، كان عنده صناعات معدنيه، كان عنده صناعات كتير. الصنع المصري بيمتاز بالاتقان، ليه بقى؟ لانه كان بيورث المهنه من ابيه. لان الصنع المصري كان بيورث المهنه من ابوه، فيقول لك ده صنايعي شاطر جدا لانه ورث المهنه ابا عن جد، يعني ابوه كان صنايعي وجده برضه كان صنايعي، فهو ورث المهنه دي من ابوه، كان بيتعلم المهنه من ابوه، فكان صنايعي شاطر جدا. يبقى الصنع المصري يمتاز بالاتقان بسبب ان هو بيورث المهنه من ابيه، وده بيدل على الروابط الاجتماعيه. دور الدوله بتعمل ايه؟ رقم واحد توفير الماده الخام. لو انت عايز حديد هنوفر لك الحديد عشان تصنع منه. لو انت عايز قطن هنوفر لك القطن عشان تشتغل بيه. يبقى معنى كده كانت بتوفر للصنايعي الماده الخام. ده كمان كانت بتبعت معاك بعثات حمايه. كانت بتبعت معاك ناس عشان يحموك وانت بتطلع المعادن من باطن الارض. التجاره الداخليه، وفي كمان عندي التجاره الخارجيه. تعال نقسم التجاره جزئين. هبدا الاول بالتجاره الداخليه. طبعا اشتهرت التجاره الداخليه في مصر، وكان في اسواق كتير جدا بنبيع ونشتري فيها. وكان في نظام عندنا في مصر اسمه نظام المقايضه. ايه هو نظام المقايضه؟ كلمه نظام المقايضه ان انا مثلا دلوقتي هروح اشتري منك حاجه، فاحنا نبدل سلعه بسلعه اخرى. يعني مثلا انت معاك شويه قمح وانا معايا شويه تفاح، خد شويه تفاح من معايا واديني شويه قمح من معاك، يبقى دي اسمها مقايضه، تبادل سلعه بسلعه اخرى. وطبعا اشتهر المصريين زمان بالامانه والثقه، كان في امانه وكان في ثقه. دي بالنسبه للتجاره الداخليه. طب التجاره الخارجيه، التجاره الخارجيه اشتهرت جدا في الدوله الحديثه. يبقى الدوله الحديثه كان فيها تجاره خارجيه. خلي بالك ان الدوله كانت بتعمل قوانين عشان تحافظ على التجاره، يعني كان في قوانين اللي يغش لازم يتحاسب، اللي يسرق لازم يتحاسب، ففي قوانين بتحمي الناس. رقم 2 كمان بتعمل تحصينات، يعني بتبني القلاع والحصون عشان تحمي الحدود بتاعت الدوله. يبقى التجاره الخارجيه كانت مهم جدا ان الدوله تهتم بيها، فكانت بتعمل تحصينات وكانت بتعمل قوانين. وكانت برضو بتعمل مشروعات. ايه المشروعات اللي عملتها الدوله؟ مشروعات كتير جدا زي مشروع سيزوستريس. قناه سيزوستريس دي قناه بتربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط عن طريق نهر النيل. مين اللي عملها؟ واحد اسمه سنوسرت الثالث، خدناه في الدوله الوسطى طبعا. وعمل برضو قناه اسمها الجندل الاول عشان تربط مصر طبعا بافريقيا، ببلاد افريقيا. التجاره الخارجيه هناخد 5 حاجات. في رحله لبلاد فينيقيا، وفي رحله لبلاد ليبيا، وفي كمان رحله لبلاد بونت، وفي شمال السودان، وفي اخر حاجه الدوران حول افريقيا. تعال نتكلم عن فينيقيا. ملك اسمه سنفرو، ده موجود في الدوله القديمه، ملك اسمه سنفرو. مين سنفرو ده يا مستر؟ كان موجود في الدوله القديمه. بعت 40 سفينه لبلاد فينيقيا عشان هناك كان طبعا مشهوره في بلاد فينيقيا بخشب الارز، فهو بعت لهم 40 سفينه عشان يستورد منهم خشب الارز. ده كمان في ليبيا احنا بعتنا عشان نستورد منهم الزيوت والماشيه. يبقى احنا عملنا رحله لليبيا عشان نستورد منهم الزيوت والماشيه. وعندي برضو بلاد بونت اللي هي الصومال حاليا، حتشبسوت راحت عشان تستورد منهم الاخشاب، واستوردت منهم العطور والبخور والحيوانات النادره والمحاصيل النادره. يبقى معنى كده حتشبسوت بعتت رحله تجاريه مكونه من 5 سفن لبلاد بونت. هكلمك برضو عن رحله شمال السودان. شمال السودان حصل في الاسره السادسه ان هم بعتوا رحاله اسمه حرخوف، والاسره السادسه احنا خدنا قبل كده من 3 ل 6 دوله قديمه، من 3 لحد 6 دوله قديمه. فحرخوف ده راح لشمال السودان وتاجر معاها، وطبعا استورد منها ايه بقى؟ استورد من السودان زي مثلا الاخشاب
والعطور والبخور والذهب والحاجات دي كلها. طب صدر لها ايه؟ احنا صدرنا للسودان المصنوعات النحاسيه والاسلحه والمنسوجات. يبقى معنى كده احنا كنا بنصدر لهم وكنا بنستورد منهم حاجات. دوران حول افريقيا في رحله للملك ناخاو استعان بيها بالبحاره الفينيقيين لانهم كانوا شاطرين وعندهم خبره في البحر. فالملك ناخاو كان عايز يعمل رحله حوالين افريقيا، للدوران حوالين افريقيا، فعمل رحله تجاريه للدوران حوالين افريقيا. دي الاسره 26، ده اسمه العصر المتاخر. خلصنا كده التجاره. نتكلم مع بعض عن الحياه السياسيه. الحياه السياسيه بكلمك عن اول حاجه وحده مصر. مصر زمان كانت منقسمه، اللي هو الوادي والدلتا. حكام الدلتا قدروا ان هم يسيطروا على مصر كلها ويوحدوها في دوله واحده. عشان كده قال لك ان اول ناس عملوا وحده هم حكام الدلتا. عملوا وحده وخلوا العاصمه بتاعتهم اسمها اون، اللي هي دلوقتي طبعا هليوبلس. وعمل بعد كده مينا وحد القطرين. بعد حكام الدلتا مينا وحد القطرين وخلى العاصمه منف. فحكام الدلتا خلوا العاصمه اون، ولكن مينا وحد القطرين وخلى العاصمه منف. عوامل قيام الوحده رقم 1 نهر النيل. نهر النيل طبعا يخلي الناس كلها تتوحد مع بعض. ليه؟ لان بيحصل فيضان. نهر النيل بيحصل فيضان، واحنا خدناه قبل كده في الدرس الثالث لو انت فاكر. لما بيحصل فيضان المصريين كلهم بيتعاونوا مع بعض عشان يبنوا السد ويحموا نفسهم من الفيضان. رقم 2 انبساط الوادي. الوادي ارض مستويه، ارض منبسطه زي اللي انت واقف عليها دلوقتي. دي ارض منبسطه، فعشان كده سهلت التعامل مع الشمال والجنوب. يعني لو انت عايز تروح الشمال الموضوع سهل وبسيط، ولو انت برضه عايز تروح الجنوب الموضوع برضه بسيط. يبقى معنى كده اسمها انبساط الوادي. اخر حاجه خيرات مصر. مصر فيها خير كتير جدا، مصر فيها اراضي خصبه، مصر فيها كل حاجه. عشان كده قال لك ان خيرات مصر خلت المصريين يقفوا مع بعض ويتوحدوا عشان يحموها من الاعداء، اللي هم طبعا الهكسوس اللي جم بعد كده احتلوا مصر. وبعد الهكسوس كمان حصل احتلال روماني واحتلال يوناني. تعال نتكلم عن الملك. الملك زمان كانت ملكيه مقدسه. خلي بالك ان الملك ليه مكانه دينيه. الملك ليه مكانه دينيه. عايز افهمك يعني ايه كلمه مكانه دينيه. الملك هو الاله، فالشعب المصري كله بيشوف ان الملك هو الاله بتاعه. يعني ايه الاله بتاعه؟ يعني هو بيسجد له وبيعبد الملك. عشان كده الناس زمان كانوا بيسمعوا كلام الملك في كل حاجه، اصل ده كلام اله. فطالما كلام الاله ده هو كلام مقدس، يعني ما ينفعش نراجع وراه، ما ينفعش نتكلم معاه. الملك اللي يقوله يتنفذ على طول. فدي اسمها ملكيه مقدسه. ملكيه مقدسه. الملك ليه مهام داخليه ومهام خارجيه. تعال نتكلم كده عن المهام الداخليه. المهام الداخليه زي مثلا ان هو كان بيشرف على المشروعات، لو في اي مشروع بيروح يشرف عليه. رقم 2 كمان بيعين الوزراء وكبار الموظفين. هو اللي بيعين الوزراء وبيعين كبار الموظفين. دي اسمها مهام داخليه. طب المهام الخارجيه، هو اللي بيعلن الحرب، هو اللي بيقيد الجيوش في الحرب، هو اللي بيعقد المعاهدات. لو في معاهده مع دوله خارجيه بيروح يعمل معاها اتفاق. يبقى دي اسمها مهام خارجيه. يبقى هو كده ليه مهام داخليه ومهام خارجيه. عايز اقول لك كمان ان كان ليه ان هو يصدر المراسيم والقوانين، يعمل مراسيم ويعمل قوانين. يبقى ما كانش فيه فصل بين السلطات. يعني الملك كان في ايده كل السلطات. الملك كان في ايده سلطه تشريعيه، سلطه تنفيذيه، سلطه قضائيه. يعني معنى كده ان الملك كان بيعمل كل حاجه في البلد. بيساعده في ده الوزير. منصب الوزير ظهر في الدوله القديمه. اول مره تظهر منصب الوزير كان في الدوله القديمه. كان بيختار الملك الوزير من اسرته، من افراد اسرته. ممكن مثلا يختار اخوه مثلا يبقى هو الوزير، او يختار مثلا ابن خاله او ابن عمه. يبقى معنى كده ظهر منصب الوزير في الدوله القديمه. الملك كان بيختار من افراد اسرته. الملك كان بيختار حد من افراد اسرته. ده في الدوله القديمه. ولكن بعد كده المنصب ده بقى من اهل الخبره والكفاءه. يعني ما اختارش مثلا ابن عمي او ابن خالي، لا 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 خالص، ما بقاش في الكلام ده دلوقتي. في الدوله الوسطى قال لك هنختار الناس اللي هم الكفاءه، اللي هم الناس الشاطرين فعلا ويستاهلوا ويستحقوا ان هم يمسكوا منصب وزير. يبقى معنى كده اصبح من اهل العلم والكفاءه. واحد متعلم كويس، واحد مثقف، هو ده الوزير، هو ده اللي يمسك منصب وزير. مش اي حد ممكن اجيبه واخليه يمسك وزير. عايز اقول لك برضو ان في الدوله الحديثه بقى في وزيرين. يبقى رقم 3 ان الدوله الحديثه خلت المنصب ده ليه وزيرين. ده وزير في منف ووزير في طيبه. يبقى معنى كده في الدوله الحديثه بقى فيه 2 وزير، وزير في منف
وزير في طيبه. تعال بقى نتكلم عن اعمال الوزير. بيعمل ايه الوزير؟ الملك جايبه عشان يساعده في اداره شؤون البلاد. يبقى رقم واحد اداره شؤون البلاد. كمان بيديله تفويض من الملك، هو مفوض من الملك ان هو ممكن يحط قوانين بدل الملك، يعني معاه سلطه تشريعيه. لو الملك مش موجود هو معاه سلطه تشريعيه. كمان رقم ثلاثة ان الوزير بيرأس المحكمه العليا. الوزير بيرأس المحكمه العليا وبيرأس الاداره المركزيه. يعني ايه يا مستر اداره مركزيه؟ تعال نفهم مع بعض الاداره المركزيه. هنتكلم دلوقتي عن الاداره المركزيه. كلمه اداره مركزيه الناس اللي ماسكه الدوله اللي هم الوزراء. تعالى كده نتكلم عن مجلس اسمه مجلس العشرة الكبار. ده رقم واحد. مجلس العشرة الكبار كان بيختارهم الملك بعنايه شديده جدا، يعني اللي كان بيعينهم هو الملك. مجلس اسمه العشرة الكبار ودول اعلى ناس في الدوله، العشرة الكبار. وعندي كمان كاتمو اسرار الملك، كان بيختارهم برضو الملك، كاتمو اسرار الملك. وكمان اخر حاجه دواوين الحكومه. كلمه ديوان معناها وزاره. كلمه ديوان معناها وزاره. تعالى بس اقول لك سؤال كده ممكن يجي لك في الامتحان. يتشابه مجلس العشرة الكبار مع كاتمو اسرار الملك في ايه بقى؟ التشابه ما بينهم ان اللي كان بيعينهم هو الملك. يبقى تشابه مجلس العشرة الكبار مع كاتمو اسرار الملك في ان اللي كان بيعينهم هو الملك. دواوين الحكومه في ديوان زي الخزانه العامه، كنت بجيب وزير يمسك الخزنه العامه، خزنه الدوله. كمان في ديوان اسمه ديوان الزراعه، في ديوان اسمه ديوان الصناعه، في مخازن الغلال اللي هو زي وزاره التموين دلوقتي. يبقى معنى كده كان في وزارات كتير. رئيس الوزارات دي كلها هو الوزير. يعني الوزير زمان زي دلوقتي رئيس الوزراء، هو اللي ماسك كل الوزراء. الاداره المحليه. كلمه اداره محليه معناها حكام الاقاليم. كلمه اداره محليه اسمها حكام الاقاليم، خدناها قبل كده لو انت فاكر. حكام الاقاليم، الملك ضعيف بيزيد نفوس حكام الاقاليم. الملك قوي بيقل نفوس حكام الاقاليم. كل ما الملك يكون قوي كل ما حكام الاقاليم يبقوا خاضعين للملك، يسمعوا كلام الملك. كل ما الملك كان ضعيف يقول لك خلاص بقى ده الملك ده ضعيف ملوش لازمه، نعمل اللي احنا عايزينه. يبقى لو الملك ضعيف بيزيد نفوذ حكام الاقاليم، زياده نفوذ حكام الاقاليم. لو الملك قوي بيقل نفوذ حكام الاقاليم. طب مين الملك القوي اللي احنا بنتكلم عنه؟ ملك اسمه سونوسرت الثالث. الملك ده اسمه سونوسرت الثالث. بيعمل ايه سونوسرت الثالث؟ عمل حاجتين. رقم واحد لغى نظام التوريث. ما ينفعش انت حاكم اقليم تقول لي هورث الحكم لابني، لا مفيش الكلام ده خلاص. لغى نظام التوريث. طب رقم اتنين اخضع الحكام. يعني ايه اخضع الحكام؟ يعني خلى الحكام يسمعوا كلامه. تعال اكلمك عن الثوره الاجتماعيه. دي اول ثوره اجتماعيه في التاريخ. حصلت امتى يا مستر بالظبط؟ حصلت اواخر الاسره السادسه. في الاسره السادسه كان في ملك ضعيف جدا. اسمه ايه الملك ده؟ اسمه بيبي الثاني. حكام الاقاليم زاد نفوذهم في عهد الملك بيبي الثاني، وما بقاش قادر ان هو يمشي كلمته عليهم لانه ملك ضعيف. فحصل ايه؟ قال لك انتشر الفوضى والظلم والفساد في البلد. حكام الاقاليم نفوذهم اعلى من الملك. معنى كده ان في ظلم، في فساد، حكام الاقاليم بيعملوا اللي هم عايزينه. الملك ملوش شخصيه، الملك ملوش اي دور. فمعنى كده حكام الاقاليم زاد نفوذهم، اتنططوا على الملك. فحصل ظلم وحصل فوضى وحصل فساد في البلد. نتائج الثوره قال لك رقم واحد نقل الملكيه، تحويل الملكيه من ملكيه مقدسه الى ملكيه مقيده. لا نفهم الحته دي بقى عشان الحته دي مهمه. الثوره نالت لك الملكيه بتاعت الملك من ملكيه مقدسه احنا شايفين ان هو الاله وبنسمع كلامه في كل حاجه الى ملكيه مقيده. يعني ايه كلمه ملكيه مقيده؟ يعني لا انت ما بقتش الاله، انت ملك انسان عادي، ان انت المفروض تاخد راينا في كل حاجه، فدي اسمها ملكيه مقيده. لما تيجي تاخد قرار ارجع للشعب الاول، فدي اسمها ملكيه مقيده. رقم اتنين رفعت قيمه الفرد. الفرد الفقير، الفرد اللي ما كانش ليه لازمه بل ليه اهميه في المجتمع. انا فقير بس متعلم كويس، انا فقير بس علمت ابني كويس، فمعنى كده انها بقى ليا مكانه في المجتمع، ليا قيمه في المجتمع. مفيش حاجه اسمها ده فقير ملوش لازمه في المجتمع. رقم ثلاثة حصل مساواه بين الاغنياء والفقراء. كده خلصنا الثوره الاجتماعيه. تعال نتكلم عن القضاء. القضاء في محكمه اسمها محكمه الشمال. المحكمه دي اسمها محكمه الشمال. عملنا محكمتين، في محكمه في الشمال وفي محكمه في الجنوب. فلو انت مثلا عايز ترفع قضيه على اي حد تروح محكمه الشمال، تروح محكمه الجنوب. بقى في عدل في المجتمع، بقى في عدل، بقى في قواعد ثابته تطبق على كل الناس، واحترام القانون اهم حاجه. يبقى القاضي كان بيحترم القانون.
القاضي كان القواعد بتاعته قواعد ثابته، تمشي على الغني وتمشي على الفقير. الجيش عندي حاجه اسمها فرق عسكريه. فرق عسكريه خاصه بكل اقليم. الكلام ده كان موجود في الاول خالص، ان الجيش كان فرقه عسكريه، عباره عن فرقه عسكريه 20 واحد مثلا او 30 واحد، هم دول اللي بيحموا الاقليم. فدي اسمها فرقه عسكريه بتحمي الاقليم. يعني مثلا اقليم بنها في فرقه عسكريه كده هي اللي بتحميه، اقليم مثلا توخ في فرقه عسكريه اللي بتحميه. يبقى معنى كده ان الجيش الاول كان عباره عن فرقه عسكريه. اما في الاسره السادسه تعتبر دي بدايه الجيش. الاسره السادسه الملك بيبي الاول مش الثاني، خلي بالك، الملك بيبي الاول هو ابو الملك بيبي الثاني، وده كان ملك قوي مش ضعيف. لان خلي بالك ان الملك بيبي الاول هو ده اللي عمل اول جيش في مصر. الملك بيبي الاول هو ده اللي عمل اول جيش في مصر، لما بعت القائد بتاعه اسمه ويني، قائد ويني عشان يحارب قبائل فلسطين. يبقى مين اللي عمل اول جيش في مصر؟ هو الملك بيبي الاول، ودي تعتبر هي بدايات الجيش المصري. عندك بعد كده بقى لو قال لك عمل جيش نظامي قوي هو الملك احمس. يبقى الملك احمس لما كان عايز يحارب الهكسوس عمل جيش مصري قوي، عمل جيش نظامي. ده عصر طبعا اسمه عصر الدولة الحديثة. لا نراجع الحتة دي مع بعض تاني. يبقى بداية الجيش في الأسرة السادسة الملك بيبي الأول. أما تقدم الجيش وظهور قوة نظامية في الجيش في عصر الدولة الحديثة. فلو قال لك إن ظهور الجيش كقوة نظامية في عصر الدولة الحديثة، ولكن بداية الجيش المصري كانت في الأسرة السادسة في الدولة القديمة. هنتكلم عن الشرطة. الشرطة في الأول كانت جزء من الجيش، ما كانش في حاجة اسمها شرطة أصلا. الجيش والشرطة كانوا جزء من بعض، يعني الشرطة أفراد الشرطة كانت عبارة عن جزء من الجيش، ده في الأول خالص. بعد كده انفصلت الشرطة وبقت كيان مستقل. في إمتى؟ في عصر الدولة الحديثة. فلو قال لك أصبحت الشرطة كيان مستقل في عصر الدولة الحديثة، بقت كيان مستقل إمتى؟ في عصر الدولة الحديثة. عايز أقول لك برضو إن مهمة الشرطة 2. رقم 1 حفظ الأمن والنظام، عشان ما حدش يسرق، ما حدش يقتل، ما حدش يتاجر في المخدرات، هي بتحافظ على الامن في البلد. رقم 2 كمان بتجبر الافراد على احترام القانون، كله يسمع الكلام وكله يحترم القانون. كده خلصنا الشرطه. تعالى نتكلم عن الاسطول. بدايه الاسطول كانت في عصر الدوله القديمه، دي البدايه لما الملك سنفرو بعت 40 سفينه لبلاد فينيقيا. لو انت فاكر خدناها الدرس اللي فات ان الملك اسمه سنفرو بعت 40 سفينه الى بلاد فينيقيا، دي اسمها الدوله القديمه. طب ازدهار الاسطول، تقدم الاسطول في عصر الدوله الحديثه. في عصر الدوله الحديثه هو ده العصر الذهبي للاسطول. يعني عملنا سفن كتير جدا، وبقى عندنا ترسانه لصناعه السفن، ترسانه زي مكان كده بنصنع فيه السفن. يبقى معنى كده هو ده العصر الذهبي للاسطول. مستر ايه الدليل ان ده هو العصر الذهبي للاسطول؟ في معركه كبيره جدا حصلت في البحر بين الملك رمسيس الثالث وشعوب البحر المتوسط. شعوب البحر المتوسط كانوا متمردين ومش عايزين يدفعوا لمصر الضرائب. فاحنا عملنا ايه؟ بعتنا اسطول قوي جدا وهزم شعوب البحر المتوسط، خلص على شعوب البحر المتوسط. يبقى احنا هزمنا شعوب البحر المتوسط ورجعنا الامان لحدود الدوله بتاعتنا. تعالى بقى نتكلم عن معارك مصر. مصر ليها معركتين مهمين جدا، معركه اسمها معركه التحرير ومعركه اسمها معركه مجدو. في الاول هكلمك عن معركه التحرير. حصلت بين مين ومين؟ حصلت بين احمس والهكسوس. معركه التحرير حصلت بين احمس والهكسوس. احمس طبعا ابوه مات في الحرب واخوه الكبير مات في الحرب، فهو اتشجع وخد الجيش بتاعه وراح يحارب الهكسوس. قدر ان هو ينتصر عليهم في معركه مشهوره جدا اسمها معركه التحرير. قدر ان هو يهزم الهكسوس، كمان طردهم خارج البلاد وامن حدود دولته. يبقى هو هزم الهكسوس، النتيجه ان هو هزم الهكسوس وطردهم خارج الدوله بتاعته. في معركه اسمها معركه مجدو بين اتنين، تحتمس الثالث وعندي امراء سوريا. امراء سوريا برضو حبوا ان هم يتمردوا على مصر، حبوا ان هم يخرجوا على الحكم المصري. مش هنسمع كلام مصر، مش هنسمع كلام الملك تحتمس الثالث. عمل ايه تحتمس الثالث؟ خد الجيش بتاعه وراح يحارب امراء سوريا. قدر ان هو ينتصر عليهم. ده كمان خد ولادهم الصغيرين عشان يعلمهم عنده في مصر، عشان يخلي العيال الصغيره يحبوا مصر ويعرفوا الثقافه المصريه بتاعتنا. يبقى قال لك ان بقى في روابط اسمها روابط اجتماعيه. يبقى خلي بالك نتيجه الحرب ان هو انتصر على امراء سوريا، دي رقم 1. رقم 2 بقى في روابط اجتماعيه وثقافيه، خدنا العيال الصغيره عشان نعلمهم عندنا في مصر، دي اسمها روابط اجتماعيه، روابط ثقافيه كمان. ده غير ان هو امن حدود الشماليه الشرقيه لمصر،
لان سوريا بتقع في شمال شرق مصر، فهو كده يعتبر امن حدود مصر الشماليه الشرقيه. كده خلصنا يعتبر الدرس، ولكن ناقص لي جزئيه صغيره قوي بيكلمك عن التواصل مع شمال افريقيا. بكلمك عن اخر حاجه وهو التواصل مع شمال السودان. مصر والسودان كانت في الاول دوله واحده، عشان كده بيقول لك ان السودان كانت جزء من مصر. كنا بنستخدم السودان عشان نامن حدود مصر الجنوبيه. انت لو امنت السودان كويس فانت كده امنت الحدود بتاعتك. وكمان كنا بنعمل معاهم علاقات تجاريه، كنا بنروح نستورد منهم حاجات وبنصدر لهم حاجات، يبقى معنى كده كنا بنعمل معاهم علاقات تجاريه. التواصل العسكري، ارسال حملات عسكريه للسودان، كنا بنبعت حملات عشان تدافع عن السودان. رقم 2 انشاء القلاع والحصون، وبنعمل قلاع وحصون عشان ندافع عن السودان ونحمي السودان. اخر حاجه الملك سنوسرت الاول. الملك سنوسرت الاول عمل حاجتين. رقم 1 قسم السودان. رقم 1 تقسيم السودان الى اقاليم، زي ما حصل في مصر بالظبط حصل في السودان. احنا كانت مصر منقسمه الى اقاليم، نفس الكلام برضو حصل في السودان، قسمنا السودان لاقاليم، محافظات يعني. رقم 2 عين حاكم على السودان، جاب حاكم من عنده من مصر وعينه على السودان. واخر حاجه عملها ان هو خلى افراد في الجيش المصري من السودان، يعني خلى السودانيين يبقوا جزء من الجيش المصري. دي اسمها دليل على المواطنه، ان مصر والسودان هما الاثنين في الجيش المصري. كده خلصنا الدرس الثاني، الحياه السياسيه. تعالى نتكلم عن الدرس الثالث وهو الحياه الاجتماعيه. هنتكلم عن الحياه الاجتماعيه. اول حاجه هكلمك عن طبقات المجتمع. المجتمع المصري القديم كان في تقسيم طبقي، في 4 طبقات. الطبقه الاولى هي طبقه الملك او الفرعون، وطبعا افراد اسرته، يعني الفرعون واسرته هي دي الطبقه الاولى. دي رقم 1. الطبقه الاولى هي الفرعون واسرته. الطبقه الثانيه انزل هتلاقي الوزير والكهنه وحكام الاقاليم، وزير وكهنه وحكام الاقاليم. دي الطبقه الثانيه. يبقى الطبقه الاولى الملك واسرته، والطبقه الثانيه الوزير وحكام الاقاليم. الطبقه الثالثه هتلاقي فيها الفنانين والحرفيين والموظفين. هتلاقي فيها الموظفين والفنانين والحرفيين. اخر طبقه بقى عمال الزراعه والصناعه والخدم. تلاقي فيها عمال الزراعه والصناعه والخدم. يبقى احنا قسمنا المجتمع بتاعنا 4 طبقات. في تقسيم طبقي في المجتمع، ما كانش في عدل في المجتمع، كان في ظلم كتير في المجتمع. عشان كده بيقول لك ان العداله الاجتماعيه بدات في الدوله الوسطى. بدات في الدوله الوسطى لما كان الملك دايما بينصح الوزير. بينصح الوزير ان هو اهم حاجه بالنسبه له يحافظ على العدل في المجتمع، يحافظ على استقرار المجتمع. بيقول له تعامل مع الناس كويس، تعامل مع الفقير زيه زي الغني بالظبط. فبينصح الوزير بتاعه. طب في الدوله الحديثه قال لك ان احنا عملنا قوانين اسمها قوانين حور محب، عشان نحقق العدل والاستقرار في المجتمع، ما يبقاش فيه ظلم، ما يبقاش فيه فساد في المجتمع. ورغم كده برضو كان فيه كوسه في المجتمع، وكنا بنميز ناس على حساب ناس تانية. ولكن عايز اقول لك ان العداله الاجتماعيه ظهرت في الدوله الوسطى من خلال نصائح الملك واصدار تعليمات للوزير. العداله الاجتماعيه كانت موجوده برضو في عصر الدوله الحديثه من خلال قوانين حور محب. هكلمك عن الجواز في مصر القديمه. الجواز في مصر القديمه زي دلوقتي بالظبط. الجواز في مصر القديمه كنا بنقسم التكاليف على العروسين. كان بنعمل احتفالات كتير جدا، زي مثلا دلوقتي حفله الخطوبه، حفله كتب الكتاب، حفله الفرح، فبنعمل احتفالات. ده غير كمان ان المقربين بيقدموا ليهم الهدايا، بيروحوا للعريس والعروسه بيقدموا لهم هدايا. اخر حاجه طبعا كنا بنقسم الحياه الزوجيه ما بيننا، الحياه مشاركه، فالراجل بيعمل حاجات والبنت بتعمل حاجات. دي الحياه الزوجيه في مصر القديمه. عايز اقول لك تربيه الابناء اختلفت على حسب الاسره. فلو الاسره فقيره الام بتاخد التربيه الاولى، الام بتربي البنت او الولد اول 6 سنين. طب بعد كده الولد بقى بيبتدي ان هو ينزل الشغل مع ابوه، اما البنت بتتعلم من امها الطبيخ والغسيل والكنيس والمسيح، اللي هو شغل البيت يعني. ده بالنسبه للاسره الفقيره. اما الاسره الغنيه لا، الاسره الغنيه بقى نقف شويه. التربيه الاولى للام برضه، بس كانت بتجيب مرضعه تساعدها، وكمان كانوا بيودوا اولادهم مدارس الدوله، يبقى هم كانوا بيعلموا اولادهم في مدارس الدوله. طب بالنسبه للطبقه العليا اللي هم اعلى ناس في المجتمع، اللي هم الوزراء مثلا، الوزير كان بيبعت بنته او بيبعت ابنه عشان يتعلم مع ولاد الملك في القصر. تعال نتكلم عن دور المراه. المراه ليها ادوار كتير جدا في المجتمع، زي دورها كأم، دور عسكري، دور سياسي، عندي كمان دور ديني، دور اقتصادي، مهن مختلفه. نتكلم عن 6 حاجات.
دورها كأم طبعا دي معروفة جدا انها كانت بتربي الابناء، وكانت بتاخد بالها من شؤون المنزل، كانت بتنظف وتكنس وتغسل وتمسح وتطبخ، شؤون المنزل. دورها العسكري، فلقينا مثلا تيتي شيري دي جدة الملك أحمس، وياح حطب دي ام الملك أحمس. كانوا بيشجعوا دايما أحمس ان هم يروح عشان يحارب الهكسوس، فده اسمه دور عسكري، ان هم بيشجعوا أحمس يحارب الهكسوس. كمان ليها دور سياسي، مسكت ملكة مصر الملكة حتشبسوت. كمان ليها دور ديني، فكانت بمثابة الإله، زي زمان كده إيزيس كانت إله بالنسبة لنا، يبقى معنى كده كان ليها دور ديني. كمان مسكت كاهنة المعبد، يعني كانت بتروح تتعبد في المعبد. دور اقتصادي زي البيع والشراء، كانت بتنزل تبيع مثلا خضار وفاكهة في السوق، فده اسمه دور اقتصادي. أما المهن المختلفة زي ميرت آتون، ميرت آتون دي بنت إخناتون، ودي كانت كاتبة، كانت بتشتغل كاتبة. وطبعا اشتغلت المرأة مهن مختلفة، زي كانت طبيبة، كانت مهندسة مثلا، كانت ممكن تشتغل في الغناء والرسم. دي كلها مهن مختلفة اشتغلتها البنت. يبقى معنى كده اسمه دور المرأة في المجتمع. تعالى نتكلم عن المساكن والملابس. هكلمك عن المساكن الأول. في مساكن اسمها مساكن العامة، وفي مساكن اسمها الطبقة الوسطى، وفي مساكن اسمها الأغنياء، وفي قصر الفرعون. ده آخر حاجة. مساكن الطبقة العامة اللي هي الطبقة الفقيرة، المساكن بتاعتها عبارة عن طابق واحد، أوضة واحدة، أوضة وصالة. كان بالنسبة لهم أوضة وصالة بيسكنوا فيها، دي اسمها مساكن العامة. أي طابق واحد، حجرة واحدة، أساس بسيط، تلاقي كرسي، تلاقي ترابيزة، تلاقي سرير صغير كده، أساس بسيط. أما الطبقة الوسطى هي كانت أكثر اتساعا، كانت واسعة شوية، وكانت عبارة عن أوضتين وصالة، طابقين. أما مساكن الأغنياء كانت عبارة عن فيلا بقى، فيلا كبيرة فيها حجرات كثيرة. هتخش مثلا فيلا هتلاقي حجرات كثيرة، اوض كتير يعني، وهتلاقي فيها برضو حديقة، هتلاقي فيها اسطبل خيول. يبقى معنى كده الأغنياء كانوا بيسكنوا في فيلل. آخر حاجة قصر الفرعون، وده كان غاية في الفخامة والاتساع. هتلاقي طبعا النقوش الجميلة على القصر، وكان طبعا حاجة تحفة معمارية. الملابس، الطبقة العامة والملوك والأغنياء. الطبقة العامة كانت بتلبس من الكتان، اللبس بتاعها كان من الكتان بس الخشن شوية. أما الطبقة العالية، الطبقة الغنية، كانت من الكتان الناعم، اللبس بتاعها كان كتان ناعم وحرير، وطبعا مطرز بالذهب والفضة. اللبس بتاعها كان حرير، وكان بيطرزوه بالذهب والفضة. الملوك والأغنياء، الناس الأغنياء، كانت بتطرز اللبس بتاعها بالذهب والفضة. الألعاب، عندي رياضة اسمها رياضة الصيد، ودي انتشرت طبعا في الطبقة الغنية، فكانوا بيروحوا يصطادوا اللي هو صيد البر، خدناه قبل كده. وعندي العاب زي العاب القوه، المصارعه والكاراتيه والحاجات، طبعا العاب القوه. وعندي العاب التفكير زي الشطرنج والسيجا، فدي اسمها العاب التفكير. عندي برضو انتشر الغناء والموسيقى، انتشرت في مصر الغناء والموسيقى، وتتشابه الالات المصريه مع الالات الافريقيه. تتشابه الالات المصريه مع الالات الافريقيه. اهم حاجه بالنسبه لي الجزئيه دي الاعياد. في اعياد اسمها اعياد دينيه، وده عيد الاله بتاعنا. عيد الاله مثلا زي عيد الاله اوزوريس، عيد الاله امون، فيقول لك امون او اوزوريس، ده كده بيكلمك عن اعياد دينيه. عندي اعياد قوميه خاصه بالمجتمع بتاعنا زي عيد الفيضان، لما النيل بيعمل فيضان احنا طبعا بنحتفل بيه. وعيد الحصاد، لما بنلم المحصول احنا برضو بنحتفل بعيد الحصاد. عندي برضو اعياد خاصه بالفرعون زي عيد ميلاده مثلا، يوم 1/1 مثلا يوم عيد ميلاده، فاحنا بنتكلم وبنحتفل مع الفرعون. عيد برضو جلوس على العرش، وليكن مثلا جلوس على العرش يوم 12 مثلا في شهر 2 12/2، فاحنا كل سنه بنحتفل بعيد ميلاده وعيد جلوس على العرش. اخر حاجه الجيش بقى، لما الجيش بيرجع منتصر في الحرب احنا بنحتفل بيه، يبقى معنى كده ده اسمه عيد خاص بالجيش. خلصنا كده الدرس الثالث، ندخل بقى على الدرس الرابع، ودي اسمها الحياه الدينيه، وده اسهل درس عندك. بيتكلم في الاول عن تعدد المعبودات. يعني مصر زمان كان بيعبد كذا اله، مش اله واحد، لا مش اله واحد، كان عنده الهه كتير جدا. زي مثلا قوى الطبيعه، قوى الطبيعه زي بيعبد الشمس، بيعبد القمر. يبقى رقم 1 قوى الطبيعه. ليه؟ لانها بتدفيني، مثلا بعبد الشمس عشان بتدفيني، بتديني النور، بتخلي حياتي منوره، يبقى معنى كده دي اسمها قوى الطبيعه. طب رقم 2 الكائنات الحيه. الكائنات الحيه زي مثلا الاسد، خايف من الاسد فبيعبده، خايف من النمر فبيعبده. زي الحيتان كان بيعبد الحوت. كمان في معبودات اسمها معبودات محليه، وفي معبودات اسمها معبودات عامه.
ايه هي المعبودات المحليه يا مستر؟ دي منتشره في اقليم واحد بس. يعني مثلا الاله ده منتشر في اقليم بنها، بس محدش يعرفه تاني غير اقليم بنها بس، يبقى هو منتشر ومعروف في اقليم بنها بس. ولكن لو هو عامه يعني منتشره في مصر كلها، فالاله امون كان معروف في مصر كلها. الاله مثلا اوزوريس كان معروف في مصر كلها، فدي اسمها عامه، معبودات عامه. يبقى في معبودات اسمها محليه يعني معروف في اقليم واحد بس، اما لو موجود في مصر كلها فدي اسمها معبودات عامه. البعث والخلود، كان مؤمن ان هو بعد ما يموت هيصحى تاني، دي اسمها الحياه الاخرى بقى، الحياه الاخرى ان هو يعيش ويكمل باقي حياته. فهو كان مؤمن بعقيده اسمها البعث والخلود. فعشان كده كان بيبني المقابر الحصينه، كان بيبني لنفسه دايما المقابر الحصينه والاهرامات الضخمه، بيعمل لاخرته. فيقول لك انا كده كده هعيش شويه واموت وهكمل حياتي بقى بعد كده في الحياه الاخرى. عشان كده كان بيبني لنفسه المعابد الحصينه، كان بيبني الاهرامات الضخمه. ده كمان كان بيحط فيها الاساس الجنائزي. ايه بقى الاساس الجنائزي؟ يجيب ترابيزه، يجيب كرسي، يجيب سرير، يجيب انتريه، عشان طبعا المقبره بتاعته تبقى جميله ومزوده بكل الاساس. ده غير كمان ان هو كان بيتعلم التحنيط. اتعلم التحنيط ليه بقى؟ عشان يحافظ على جثته، لان هو عارف لما يموت هيصحى تاني. فانا عايز احافظ على جثتي اطول وقت ممكن. يبقى معنى كده اتعلم التحنيط ان هو يحافظ على جثته عشان الحياه الاخرى. يبقى كده اتكلمنا عن عقيده البعث والخلود. العقيده برضو الحساب بعد الموت. كان عارف ان هو بعد ما يموت هيقف قدام المحكمه، هيحاسبه الاله العظيم ومعاه 42 قاضي. الاله اوزوريس هو اله الموت، هيقف قدام الاله اوزوريس اله الموت، وطبعا هيبتدي ان هو يكلمه. فيقول له انا ما كنتش بعمل اي حاجه وحشه، ما كنتش بسرق، ما كنتش بقتل، بالعكس انا كنت بصلي وكنت بصوم وكنت بزكي. يبقى هو بيعدد صفاته الجميله ان هو كان انسان كويس وانسان محترم. هيقف قدام 42 قاضي والاله اوزوريس هيحكم عليه ازاي؟ بريشه العدل. بيجيب ريشه كده ويحطها على الميزان، ويجيب قلب الميت ويحطه على الكفه الثانيه وبيوزن. لو قلب الميت خفيف فده كده ما فيهوش ذنوب، ما فيهوش سيئات، فيدخل الجنه. ولو قلب الميت تقيل فكده مليان ذنوب ومعاصي فيدخل النار. النار كانت عباره عن ايه؟ حيوان مفترس يلتهم احشائه. كده خلصنا اول جزئيه. تعال نتكلم عن الجزئيه الثانيه، السمو للتوحيد. مصر القديم عرف التوحيد؟ طبعا. يعني ايه كلمه توحيد يا مستر؟ عباده اله واحد. زي مثلا اخناتون لما جه كان بيدعو لعباده اله واحد اللي هو الاله اتون. ده كمان عمل عاصمه جديده اسمها اخيتاتون. يبقى هو كان بيدعو لعباده اله واحد اسمه اتون، وعمل عاصمه جديده سماها اخيتاتون. حصل بعد كده مشكله كبيره جدا ما بين اخناتون وكانت الاله امون، لان زي ما قلت لك قبل كده ان كانت الاله امون اللي هم مسؤولين عن معبد الاله امون كانوا دايما اكل عيشهم كله في المعبد بتاع امون. كان اي حد مثلا داخل يصلي في المعبد كان بيكرمش له كده 50 جنيه، كان بيكرمش له 100 جنيه، فكانوا بيطلع لهم بمصلحه حلوه. فهم لما شافوا ان اخناتون بيدعو لعباده اله واحد قال لك لا، على جثتي الكلام ده يحصل. نزلوا عملوا ثوره مضاده والبلد حصل فيها فوضى كبيره جدا. عشان كده قال لك ان انتشرت الفوضى في البلد بسبب ايه؟ بسبب الثورات اللي عملوها كانت الاله امون. رقم 2، ضياع الامبراطوريه. مصر كان معاها امبراطوريه كبيره جدا، كانت بتحكم مصر وسوريا وفلسطين، امبراطوريه كبيره جدا، ولكن ضاعت الامبراطوريه دي بسبب غباء اخناتون. التواصل الديني مع افريقيا. حصل ايه؟ حصل تواصل ديني مع شمال السودان. حصل تواصل ديني مع شمال السودان، تاثرت بالبعث والخلود. السودان خدوا مننا عقيده اسمها عقيده البعث والخلود، كانوا مؤمنين بعقيده زينا اسمها عقيده البعث والخلود. كمان خدوا مننا الهه زي الاله امون والاله حتحور. حتحور اللي هي البقره، كنا مسميين البقره الاله حتحور. ده غير ان هم كمان اثروا فينا. احنا كمان خدنا منهم اله اسمه دودن، الاله بتاعهم اسمه دودن. احنا كده خلصنا الدرس الرابع، ناقص لي الدرس الاخير اسمه الحياه الثقافيه. تعالى بقى اكلمك عن الدرس الخامس اللي هو الحياه الثقافيه والفكريه. الحياه الثقافيه بيكلمك عن الكتابه وبيكلمك عن مراكز العلم. هكلمك في الاول عن الكتابه. الكتابه لها انواع، زي مثلا الكتابه الهيروغليفيه، ودي كان اسمها الخط المقدس، كنا بنكتب بيها النصوص الدينيه، ودي اول كتابه عرفها المصري القديم. اول كتابه اسمها ايه؟ اسمها الكتابه الهيروغليفيه، ودي هي الخط المقدس. ليه يا مستر اسمها الخط المقدس؟ لانه كان بيكتب بيها نصوص دينيه زي عندنا بالظبط القران الكريم، يبقى ده اسمه الخط المقدس. وكمان كنا بنكتب بيها على جدران المعابد والمقابر،
جدران المعابد والمقابر. بنيت لنفسي مثلا اهرام او بنيت مثلا نفسي معبد، فبكتب عليه بالكتابه الهيروغليفيه. طب الكتابه الثانيه اسمها ايه؟ اسمها الكتابه الهيروتيقيه. الهيروتيقيه هي الكتابه الثانيه. الكتابه دي معروفه باسم رجال الدين، الكتابه الهيروتيقيه معروفه باسم رجال الدين، وكنا بنكتب بيها على الخشب والبردي، كنا بنكتب بيها النصوص الادبيه والعلميه، كنا بنكتب على الخشب ورق البردي. يبقى لو قال لك ان انا جبت برديه وكتبت عليها بنوع كتابه معين اسمها الكتابه الهيروتيقيه. رقم 3 الكتابه الديموتيقيه، ودي ظهرت امتى؟ ظهرت في العصر المتاخر. ظهرت الكتابه الهيروتيقيه في العصر الديموتيقيه في العصر المتاخر، ودي كانوا بيسموها الكتابه العاميه، زي الكتابه بتاعتنا ان احنا بنكتب بيها على الشات. فلو عايز اتكلم مع واحد صاحبي على الشات بكتب له باللغه العاميه بتاعتنا، دي اسمها الكتابه الديموتيقيه. وخلي بالك ان هي كنا بنكتب بيها على الاسطراقه. واخر نوع من الكتابه اسمها الكتابه القبطيه، ودي عباره عن بتجمع بين الكتابه اليونانيه وبتجمع بين الكتابه الديموتيقيه، يعني واخده نوعين من الكتابه، كتابه يونانيه وكتابه ديموتيقيه. وخلي بالك ان هي استخدمت بعد انتشار المسيحيه في القرن الثاني الميلادي. هكلمك عن مراكز العلم. كان في مدارس وكان في مراكز البحث العلمي وكان في مكتبات، مدارس وجامعات ومكتبات زي دلوقتي، مدارس وجامعات ومكتبات. ايه هي المدرسه؟ المدرسه ظهرت في الدوله القديمه، وظهر مدارس زي الطب والهندسه والدين والعسكريه، مدارس كتير. مراكز البحث العلمي اللي هي الجامعات اللي موجوده عندنا في مصر، زي بالظبط جامعه عين شمس اللي موجوده عندنا، كان اسمها زمان اون، كانوا بيسموها اون، وكان بيجي لها طلبه من كل مكان في العالم. وخلي بالك ان هم عرفوا التقويم الشمسي. يعني ايه يا مستر تقويم شمسي؟ اللي هي النتيجه اللي عندك في البيت. النتيجه ان انت مقسم السنه لشهور، والشهور لاسابيع، والاسبوع لايام، يبقى انت كده عندك حاجه اسمها التقويم الشمسي. خلي بالك برضو ان احنا كان عندنا مكتبات، بس احنا ما كناش عارفين الكتب. ما كانش فيه كتب زمان في مصر، امال كان فيه ايه؟ لفائف من ورق البردي، يعني ورقه بردي ملفوفه كده، فكنا بنحطها في المكتبه. لو انت عايز اي برديه بتروح المكتبه تسال عليها. وكانت المكتبات جزء من القصور والمعابد، فتلاقي القصر ده موجود فيه اوضه كده اسمها المكتبه، تلاقي المعبد ده موجود فيه اوضه اسمها المكتبه، كمان تلاقيها في المؤسسات التعليميه. هنتكلم عن الادب. كان في 4 انواع من الادب، اسمه الادب الديني، وده بيتكلم عن البعث والخلود، بيتكلم عن الحياه بعد الموت، بيتكلم عن الحساب، بيتكلم عن الالهه، بيتكلم عن حاجات كتير جدا. بس انا يهمني قوي نصوص الاهرام. بكلمك عن نصوص الاهرام، بكلمك عن التوابيت. تعالى اكلمك عن نصوص الاهرام. نصوص الاهرام كنا بنكتب عليها ادب ديني، فلو قال لك الادب الديني كان موجود فين؟ في نصوص الاهرام. كمان التوابيت، يعني الميت لما بيموت بيدفن في تابوت، بنكتب على التابوت من بره، ده اسمه ادب ديني برضه. كتاب الموتى، كتاب الموتى ده كان كتاب بنحطه مع المتوفي، بنحطه مع المتوفي في المقبره بتاعته، يبقى ده اسمه كتاب الموتى، كان موجود في الدوله الحديثه. يبقى لو سالك عن نصوص الاهرام كانت موجوده في الدوله القديمه، لو سالك عن التوابيت كانت موجوده في الدوله الوسطى، لو سالك عن كتاب الموتى ده كان موجود في الدوله الحديثه. رقم 2 عندي ادب اسمه ادب القصه. الحكايه يعني ان احنا بنحكي لبعض قصص، والقصه ممكن تكون حقيقيه زي قصه سنوحي، والقصه ممكن تكون خياليه زي قصه الاخوين او قصه الملاح التائه، دي قصه خياليه. خلي بالك ان احنا عرفنا برضو الدراما المصريه. الدراما المصريه ظهرت 3400 قبل الميلاد. في عندي ادب اسمه ادب النصيحه، ان انا اديك نصيحه، وفي ادب اسمه ادب سياسي، ان انا بمدح الملك او بذم الملك، ده اسمه ادب سياسي. الحساب، عرفنا برضو علوم زي الحساب. علم الحساب مهم جدا 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 بالنسبه لنا، كنا بنستخدمه في حياتنا اليوميه، كنا بنستخدمه في قياس منسوب النيل، نعرف المنسوب النهارده عالي ولا المنسوب متوسط ولا المنسوب قليل، كنا بنعرف بيه منسوب نهر النيل. عايز كمان اعرف الضرايب، احسب الضرايب، الفلاح ده هيدفع كام ضريبه، الفلاح ده هيدفع كام ضريبه، فبحسب بيه الضرايب. كمان بوزع المرتبات على الموظفين، بحاسب الموظفين، انت تقبض 10 جنيه، انت تقبض 20 جنيه، فبوزع المرتبات على الموظفين. كمان بعرف بيه مواسم الزراعه، هزرع امتى بالظبط. موسم الزراعه كنا بنزرع الارض 3 مرات في السنه، فده اسمه موسم الزراعه. هكلمك برضو عن علم اسمه علم الهندسه، وعلم الهندسه ازدهر في مصر القديمه. فلو قال لك ازدهرت الهندسه في عصر بناة الاهرام، عصر الدوله القديمه. وخلي بالك برضو ان احنا كنا بنبني المقابر والمعابد، فكنا محتاجين الهندسه في بناء المقابر والمعابد، كنا محتاجين الهندسه في شق القنوات والترع والجسور، كنا محتاجين الهندسه في التخطيط للمدن. عشان تخطط مدينه محتاج مهندس، محتاج تبقى شاطر في الهندسه. هنتكلم عن علم اسمه علم الطب والتحنيط، علم الفلك،
علم الكيمياء. عايز اكلمك عن الطب الاول. احنا عرفنا التخصص، واشهر مثال على كده برديه ابرس اللي كان فيها تخصصات كتير جدا زي الجراحه والعيون والاسنان والنساء والبطنه، امراض كتير. خلي بالك برضو ان الدكتور لازم يكون رحيم حكيم امين. رحيم وحكيم وامين ده كان صفات الدكتور الشاطر. صفات الدكتور الشاطر لازم يكون انسان رحيم، عنده حكمه، انسان حكيم، انسان كمان امين على المرضى. تعالى برضو اكلمك عن التحنيط. التحنيط من ابرز مظاهر الحضاره المصريه، من ابرز مظاهر الحضاره المصريه، وده دليل على التقدم في علم الطب والتشريح. يبقى هو بيدل على الحضاره المصريه، بيدل على التقدم في علم الطب وعلم التشريح. فلو قال لك الدليل على تقدم الطب والتشريح هو التحنيط، ان علم التحنيط احنا اكتشفنا التحنيط، بقينا نحنط جثه الميت عشان نحافظ عليها. تعال اكلمك عن الفلك. الفلك عرفنا الكواكب والنجوم، عرفنا حاجه اسمها التقويم الشمسي اتكلمنا عنه قبل كده، واللي عرفوا التقويم الشمسي هم كهنه هليوبلس اللي هي جامعه اون عين شمس. تعال اكلمك عن علم الكيمياء. علم الكيمياء صناعه الادويه والعقاقير الطبيه، صناعه الزجاج، عرفنا نصنع الزجاج، مواد التحنيط، صنعنا كمان الاصباغ اللي هي الالوان، نعمل صبغه كده، الملابس بتاعتنا كان ليها صبغه معينه، والعطور، صنعنا كل ده في علم الكيمياء. يبقى علم الكيمياء احنا استفدنا منه في صناعه العطور، صناعه الالوان، صناعه الادويه والعقاقير الطبيه، طبعا صنعنا منه الزجاج ومواد التحنيط. نتكلم عن العماره والمدن والمقابر. هكلمك في الاول عن العماره. العماره تاثرت بالعقيده الدينيه، فاحنا عندنا نوعين من العماره. اول حاجه البيوت بتاعتنا اللي احنا بنعيش فيها، وعندي المقابر. تعال نتكلم عن البيوت اللي احنا بنعيش فيها، كانت من الطين والطوب الابيض اللي هو الطوب اللبن. اما المقابر كانت من الحجاره. ليه؟ عشان تستحمل. الحجاره بتعيش اطول بكتير جدا من الطوب اللبن. الطوب اللبن ممكن في اي وقت ينهار ويقع، ولكن الحجاره بتستحمل. ابسط مثال على كده ان لحد دلوقتي عندنا المعابد لسه موجوده. يبقى معنى كده هم بنوها من الحجاره عشان عارفين ان دي الحياه الحقيقيه، الحياه الاخرى، عشان يعيشوا في الحياه الاخرى. فمتاثرين بالبعث والخلود، كانوا متاثرين بالبعث والخلود، العقيده الدينيه بتاعتهم. اما المدن احنا قسمنا المدينه لاحياء فقيره، احياء متوسطه، احياء عاليه. في احياء فقيره ودي طبعا الشوارع بتاعتها ضيقه جدا زي عندنا في مصر كده دلوقتي، فتخش مثلا شارع ضيق جدا اعرف ان دي طبقه فقيره. طب الطبقه المتوسطه كانت بتعيش برضه في شوارع برضه ضيقه الى حد ما. اما الطبقه العاليه فتلاقي مثلا عندك اتساع الشوارع، شوارع واسعه جدا، خلي بالك عايشين في قصور وفلل زي بالظبط كده مدينه العلمين. لو رحت مدينه العلمين هتلاقي الطبقه العاليه اللي عايشه هناك عايشين في قصور وعايشين في فلل، وطبعا مساحات واسعه جدا، مساحات خضراء. وعندي برضو المراكز الاداريه ودينيه. مراكز اداريه ودينيه زي قصر الفرعون مثلا، دي اسمها مراكز اداريه. اما الدينيه زي المعابد. عايز اكلمك عن المقبره. المقبره 5 مراحل. اول مرحله كانت عباره عن حفره. حفره احنا بنحفر كده، بندفن الميت وبنردم عليه في الحفره. يبقى اول مرحله هي الحفره. رقم 2 مسطبه، عملنا حجره كده تحت الارض وفيها مسطبه. يبقى المسطبه دي كانت ممكن حجره او حجرتين عشان ندفن فيها الميت. دي المرحله الثانيه. المرحله الثالثه الهرم المدرج. عرفنا الهرم المدرج في عصر الملك زوسر، عمل هرم اسمه الهرم المدرج، 6 مصاطب. يبقى في حفره، في بعد كده مسطبه، في بعد كده هرم مدرج. الهرم الكامل بقى اللي هو هرم الملك خوفو مدفون فيه لحد النهارده. وطبعا اخر مرحله اللي هي منحوته في الصخر، عملنا مقبره. مقبره منحوته في الصخر. يعني ايه يا مستر مقبره منحوته في الصخر؟ احنا عندنا وادي الملوك. وادي الملوك دي عباره عن مقبره منحوته جوه الصخر. كنا بننحت جوه الصخر ونعمل طرق وممرات واوض عشان ندفن فيها الميت بتاعنا. تعالى نتكلم عن المعابد. في نوعين من المعابد، في معابد جنائزيه ودي معابد خاصه. خاصه بمين؟ خاصه بالفرعون. يعني لما الفرعون بيموت اهله بيروحوا يزوروه في المعبد بتاعه، زي مثلا معبد حتشبسوت، معبد الرمسيوم، عندي كمان معبد منتحتب الثاني. دي اسمها معابد جنائزيه، بنعمل فيها طقوس جنازه الفرعون. بنكتب عليها تاريخ الفرعون وبنكتب عليها اسرته واصله ونشأته، ما بنكتبش عليها اعماله. اما معابد الالهه دي معابد عامه لكل الناس، وطالما معابد عامه لكل الناس فاحنا بنروح نتعبد فيها للاله بتاعنا. احنا مثلا بنعبد الاله امون، ففي معبد خاص بالاله امون، بنروح كل يوم نتعبد في المعبد ده وبيكتب عليها اعمال الفرعون.
يبقى ايه المعابد اللي بيكتب عليها اعمال الفرعون؟ هي معابد الالهه، عشان كل الناس تشوفها، كل الناس تشوف ان احمد مجدي عمل انجازات كتير جدا، فاحنا بنكتبها في معابد الالهه. المعابد دي هي اللي بيروح فيها كل الناس. النحت والرسم. عايز اكلمك عن النحت واكلمك عن الرسم بسرعه كده. في النحت عايز اقول لك ان احنا برعنا في التماثيل الحجريه. برعنا يعني كنا شاطرين جدا في نحت التماثيل الحجريه. امتى بالظبط يا مستر؟ قلنا في العصر العتيق. يبقى احنا كنا شاطرين جدا في التماثيل الحجريه في العصر العتيق. عملنا تماثيل زي تمثال مثلا الملك ابو الهول وتمثال تحتمس الثالث. عندي كمان الرسم. الرسم ظهر في الدوله القديمه. ظهر الرسم في الدوله القديمه، ولكن لو قال لك ازدهار الرسم هتقول له في الدوله الحديثه. عرفنا الرسم على الجدران المعابد، وعرفنا رسومات اسمها الرسومات الهزليه اللي هي الكاريكاتير، يعني رسمه مضحكه كده. دي طبعا في عصر الدوله الحديثه. يبقى لو قال لك ظهر الرسم دوله قديمه، ازدهر الرسم في الدوله الحديثه. اخر حاجه التواصل الثقافي، واحنا تواصلنا مع شمال السودان. علمناهم ايه بقى في شمال السودان؟ علمناهم حاجات كتير قوي. علمناهم بناء المقابر على شكل اهرامات صغيره. يبقى رقم 1 علمناهم بناء المقابر. رقم 2 احنا كمان علمناهم ان هم يلبسوا، الرجاله تلبس حلق اللي هي الاقراط. لبس الاقراط عند الرجال، احنا كنا المصريين زمان كنا معروفين ان احنا بنلبس حلقان، فهم شافوا مننا الموضوع ده وعملوه عندهم. يبقى هم اتعلموا مننا لبس الاقراط. كمان احنا عدلنا في الفخار بتاعهم. الفخار بتاعهم اسمه الفخار النوبي. الفخار النوبي بتاعهم الاحمر، احنا ضفنا عليه بعض التعديلات. اخر حاجه احنا كمان جددنا لهم معبد اسمه معبد كوا، ومعبد اسمه معبد امون. وكده الحمد لله تكون خلصت المراجعه الاولى. وخلي بالك احنا لسه هنعمل مراجعه ثانيه ليله الامتحان. استنونا ان شاء الله، نعمل مراجعه قويه جدا جدا هنحل فيها اسئله هتجيلك بالنص في الامتحان. اشوفكم على خير.